في البالتوك، لا في الفيسبوك. فغير شي واحد يتاكد من الاخوان اللي كاينين في الروم يتاكد واش الفيسبوك ديال شارلي بالدارجه خدام. فغير شي واحد يتاكد من الاخوان اللي كاينين في الروم يتاكد واش الفيسبوك ديال شارلي بالدارجه. غير شي واحد يتاكد من الاخوان. الهضره كانت تتعاود شويه، ماشي مشكل. اوكي غادي تعاود عاوتاني واحد شويه. شي واحد يتاكد من اوكي. اذا تنظن راه الفيسبوك المباشر خدام، تنظن كذلك المباشر ديال اليوتيوب تا هو خدام. الاخوان ديال اليوتيوب تا هما تيعطيوني اشاره بان راه خدام داكشي. اذا كما تتشوفوا يعني في المباشر راه عندكم الصوره ديال الشيخ محمد الفيزازي، عندكم الشاط ديال البالتوك، وعندكم كذلك الشاط ديال اليوتيوب. اذا تنظن نبداو الحوار ديالنا الان. غادي تكون حصه ديال الاسئله في الاخر. معنا اليوم الشيخ محمد الفيزازي. مرحبا بك شيخ. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل المشاهدين والمستمعين. شكرا عزيزي. لغه اللقاء ستكون اليوم اللغه العربيه الفصحى، لان المواضيع التي سنتناولها في حوارنا جلها تمس المسلمين وكذلك غير المسلمين من خلفية إسلامية، بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي. فلكي لا نحرم إخواننا من كما أسميهم بني هاشم، لا نحرم إخواننا الناطقين باللغة العربية الفصحى الذين لا يفهمون الدارجة، كي لا نحرمهم من الاستفادة من هذا اللقاء ومتابعة هذا اللقاء. فسيكون الحوار باللغة العربية الفصحى كما اتفقنا. أنا سعيد جدا أن الشيخ الفيزازي قبل الدعوة، وأعتبر وجوده معنا اليوم من البشائر لمستقبل أفضل للحوار، يعني رغم اختلاف طبعا الآراء. فبدل المعارك الطاحنة في المناظرات والمنشورات المشخصنة، فيمكن أن يكون الحوار ومناقشة الأفكار بطريقة حبية وهادئة. فعزيزي الشيخ، قبل أن نبدأ حوارنا، حبذا لو تفضلت وأعطيتنا نبذة ولو قصيرة عنك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، ثم ما بعد. طبعا أنا من مواليد 1950 ميلادي بقبيلة مرنيسة، ضواحي ما بين تونات وتازة، المنطقة الحدود مع الريف وجبالة، الأصل ريفي. ثم بعد ذلك تعليمي مزدوج بين اللغة الفرنسية والعلوم الشرعية. إذن بدأت دراستي في مدينة الرباط. بعد ذلك باختصار شديد تخرجت من مدرسة الأساتذة في مدينة الرباط، ثم زاولت الدراسة أو التدريس لحوالي 32 سنة في مادة اللغة الفرنسية. ثم بعد ذلك تحولت فكريا إلى أخذ العلم عن الكثير من المشايخ المعروفين لا سيما في المملكة المغربية. وبعد ذلك مارست الخطابة منذ 1976 في المساجد الحكومية، لكن أصبحت خطيبا رسميا في المساجد أيضا في سنة 1981. بعد ذلك مارست أيضا الكتابة والتأليف، حيث ألفت حوالي ما يقرب من 20 كتابا ابتداء من 1990 ميلادي. وابتليت بمحنة السجن على خلفية تفجيرات الدار البيضاء 16 ماي 2003، وحكم علي ب30 سنة سجنا، طبعا كما يعلم القاصي والداني ظلما وعدوانا. ثم بعد ذلك أفرج عني يوم 14/4/2011 من غير مناسبة دينية ولا مناسبة وطنية كما هو المعمول به في المملكة من حيث العفو. بعد ذلك تفضل ملك البلاد وأن طلب يعني شخصيا كي يصلي في مسجدي وأن أؤمه في صلاة الجمعة حوالي 30 سنة، عفوا منذ حوالي 3 سنوات. وكانت بالنسبة إلي هذه الصلاة أعظم جبر للضرر وأكبر إعادة اعتبار كما أقول دائما، وهي أكبر دليل مادي
وعملي على أنني لم أكن إرهابيا في يوم من الأيام، ولا مارست الإرهاب، ولم تكن لي أي صلة بتفجيرات البيضاء الإرهابية، إنه كما هو معلوم ملك البلاد لا يمكن أن يصلي خلف إرهابي حتى وإن تاب. وعلى هذا الأساس كان كرما منه حفظه الله، وأن أمنت به في المسجد، مسجد طارق بن زياد بمدينة طنجة. أنا خطيب مسجد طارق بن زياد الآن منذ أن خرجت من السجن تقريبا، وهو يعتبر أكبر مسجد في مدينة طنجة الزاهرة، وأمارس الدعوة إلى الله سبحانه عز وجل، كما أنني أسست جمعية وطنية كبرى، وبدأت أفتح فروعا ليس فقط في المملكة ولكن أيضا حتى في خارج المملكة، كما فتحنا فرعا في مدينة أدانا بتركيا، وقريبا إن شاء الله في كوريا الجنوبية، وفي أيضا في بلجيكا وغير ذلك. فالجمعية المغربية للسلام والبلاغ هي جمعية أخذت على عاتقها محاربة الغلو في الدين والتنطع والدعوة إلى وسطية الإسلام واعتداله، ومقاومة الأفكار الدخيلة التي من شأنها أن ينتج عن ذلك ما ينتج من الحروب ومن التقتيل ومن العداوات. هذا هو باختصار شديد. جميل جدا. خلال ربما في سياق ما هذه الجمعيات التي أسست، ربما في نفس سياق الموضوع، يعني خلال اللقاء الذي دار بيني وبين الشيخ أبو حفص، وجدت أنني أتفق معه في الهدف لكن نختلف في الطريقة. فهدف الشيخ أبو حفص في كل ما يفعل هو هدف إنساني، لكن من خلال متابعتي لك أظن أنك لا تتفق معه لا قلبا ولا قالبا. هل يمكن أن توضح لنا ما المشكلة في أهداف الشيخ أبو حفص النبيلة؟ نحكم على ظاهرها طبعا، يعني ما المشكلة؟ ولن ينبغي أن نفهم أن نعرف أن الشيخ أبو حفص أعرفه منذ أن كان طفلا، ووالده رحمه الله كان من أعز الأصدقاء، وهو صديق أيضا حميم لوالدي الشيخ محمد الفزازي، وإذا معرفة لصيقة جدا، معرفة دقيقة بالشيخ أبو حفص. الشيخ أبو حفص كان الحقيقة خطيبا مفوها وداعيا الله عز وجل ناجحا بكل الاعتبارات. وطبعا كما قلت ممكن أن نتفق وأن نختلف، هذا شيء طبيعي جدا، أن الله عز وجل لم يخلقنا قوالب نفكر بنفس الطريقة ونقول بنفس الأفكار وننتج نفس الأفكار، لا بد من خلافات، والخلافات التي لا تفسد الود قضية كما تعلمون. ثم ابتلينا جميعا بالسجن، وعشنا في زنزانة واحدة، سواء في السجن المركزي في القنيطرة، وعشنا في سجن واحد في سجن الزكي بمدينة سلا، وأيضا في سجن عين برجة في الدار البيضاء. المهم الحمد لله قدر الله، يعني انتقلنا من سجن إلى سجن، فنحن خبراء بالسجون، إلى أن افترقنا وذهب إلى سجن فاس، وأنا ذهبت إلى سجن مدينة طنجة، قضيت هناك 6 سنتين، هي 8 سنوات. كما يعترف هو الشيخ أبو حفص، وكان سلفيا قحا، وأنا لم أعترف في يوم من الأيام أنني كنت سلفيا. أنا لم أكن سلفيا ولا حتى إسلاميا، ولست سلفيا ولن أكون. أنا راض بما سمانا الله عز وجل به، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، كما في أواخر الحج. لكن لم يكن الخطاب كان سلفيا، يعني حتى لو لم تسمي نفسك سلفي لكن الخطاب هو سلفي. الخطاب يصنف سلفيا أولا لأنني درست على شيوخ سلفيين، ومنهم أبي الذي من السلفيين الغلاة في السلفيين أصلا، وخريج القرويين مدينة فاس، وللتعريف هو ضابط في الجيش الملكي، وتقاعد منذ أزيد من 30 سنة. المهم أنني فعلا فيما يرجع إلى أنا لا أتبرأ من السلفية، لا أتبرأ منها من حيث هي منهج. أنا أعتقد أن أعظم منهج لفهم الإسلام هو المنهج السلفي، بمعنى أننا ينبغي أن نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح، مع فتح أعطاء الفرصة كاملة للعقول، عقول العلماء الكبار، من أجل مواصلة الاجتهاد والتفتح على ثقافة الآخر ودراسة اللغات الأجنبية ومحاورة الآخر وما إلى ذلك. وهذا لا يؤثر على العقيدة. صحيح أنا عقيدتي كما أزعم
وكما أدعي كما قد يقول لي أي قائل، فأنا أعتقد ما يعتقده السلف الصالح من حيث الإيمان بالله عز وجل ورسوله والغيب كله، الملائكة والجن والعالم البرزخ والجنة والنار وما ذلك. أنا أعتقد في ذلك ما يعتقده السلف الصالح. ممكن أن يسميني هذا أو ذاك باعتبار أنني لا أؤمن بالخرافات ولا بالشطحات ولا بالقبورية ولا بالتمسح بالأعتاب الأشجار وهذه الأمور، هذا باعتبار أن هذا هو السلفي. فيمكن أن يقول من شاء ما شاء، لكنني أنا أحتفظ بالكلمة التي تجمعنا جميعا نحن المسلمين من شرق الأرض إلى غربها: هو سماكم المسلمين مسلمون وكفى. وكما قلت لك، وأنا كتبت ربما ما لا يعرفه الكثير من الناس، ربما حوالي 35 أو 37 سنة أول ما كتبته في حياتي للنشر العام في النور التي كانت تصدر مدينة تطوان بقيادة الشيخ الدكتور إسماعيل الخطيب رحمه الله. أول ما كتبته في حياتي مقالا تحت عنوان مسلمون أم إسلاميون، وتناولت بالبحث أن الله عز وجل لم يسمنا إسلاميين في حوالي 42 مرة، كل ذلك مسلم، مسلمان، مسلمات، مسلمون، مسلمين، ولا مرة واحدة إسلام. وقلت بأن يجوز أن نقول بلد إسلامي، فكر إسلامي، لكن شخص إسلامي هذا أظن أن هذا محدث وهذا مستورد من الغرب. هم الذين أرادوا أن يفرقوا بين الإسلاميين والمسلمين، باعتبار أن الإسلاميين الإسلاميست هم الذين يتبنون الإسلام من أجل أغراض سياسية ومن أجل الوصول إلى الحكم بمرجعية إسلامية. لكن ألا ترى أن هذا التفريق هو يعني الغرب وكأنه يعني مرغم أخاك لا بطل، فهم يحتاجون إلى التفريق بين المسلمين، وهناك مسلم يريد التعايش، يريد العيش في دولة علمانية، فصل الدين عن الدولة، يريد فقط القيام بطقوسه الدينية، لكن المسلم الآخر يريد تطبيق الشريعة، يريد الإسلام سياسي، يريد أن يحكم شرع الله. فالغرب كيف سيفرق؟ يعني إن سمى الجميع مسلمين، فأين التفريق بين هذا الفكر وهذا الفكر؟ أنا شخصيا لا يهمني ما يريده الغرب، يهمني ما ألقى به الله سبحانه عز وجل. أنا أعتقد أن الإسلام منهاج حياة شامل لكل جنبات الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. مرة أخرى وأنا أول المسلمين ولست أنا المسلمين. فإذا هل عندنا ذنب نحن إذا كنت أعتقد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأنه يجيب عن كل الأسئلة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والأسروية والتجارية وما إلى ذلك؟ هل أنا يعني لست حرا في أن أعتقد ما أريد أن أعتقده من الدين؟ وما أصلا الغرب يعطيني حرية لكي أعتقد ما أشاء ولا أقول ما أشاء، ويتبنى حرية المعتقد وحرية الفكر وحرية التعبير. إذا أنا حر في أن أعتقد ما أشاء من هذا الدين، وأنا أعتقد أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وهو الأرقى والأنقى والأبقى في كل المجالات الإنسانية وفي كل ما يمكن أن يسعد الإنسان في حياته الخاصة والعامة. لذلك أنا لا كثيرا ممكن لو أمكن لو نعود إلى يعني السؤال، وهو مسألة الخلاف. هل هناك خلاف جوهري بينك وبين الشيخ أبو حفص؟ يعني هو إذا نظرنا إلى أهدافه تظهر كأنها أهداف نبيلة، فهو يريد المساواة، يريد العدل، يريد الإنسانية، فما هو جوهر الخلاف؟ لا أظن أن داعية واحد الله عز وجل ولا أي مفكر ولا أي واحد يخاطب الناس في الشأن العام وكذا يقول لك أنا أريد الإفساد. لا يمكن أن تجد أحدا يقول أنا أخاطب الناس من أجل أفسدهم. فكلنا ذلك الرجل، كلنا نزعم أننا إنما نريد الإصلاح، نريد إلى الإصلاح ما استطعت. فهذا شيء طبيعي. وإذا لذلك مفهوم الإصلاح ومفهوم الإفساد هذا يرجع إلى الشخص نفسه وإلى مرجعيته الفكرية والدينية التي يتبناها. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا كل واحد يفهم مفهوم الإصلاح أو مفهوم الإفساد كيف هو عنده. الشيخ أبو حفص بدون شك كنا نختلف، يعني اختلاف الإخوة والأحبة في السجن، ولكن كانت هناك بعض الأمور اللي ربما يعني تزيد في الطين بلة من حيث الاختلاف الفكر. فهو كان يعني يدرس بعض الطلبة وسجل ذلك عليه في أشرطة متنوعة
فيها الطعون لمعاوية بن أبي سفيان، الطعون واضحة، وفيها ربما تفضيل الإمام علي رضي الله عنه على أبي بكر الصديق وعمر، مع كونه يترضى على الجميع وكأنه يرى أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وأولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. على كل حال كانت هناك بعض البصمات التشيعية في فكره في السجن، ولكن كان يخفيها وكان يكتبها إلى أن هذا الأمر بتسريب الأشرطة التي لا ينكرها هو شخصيا. ثم بعد ذلك بعد خروجنا من السجن رأينا أننا نحن كنا نراجع أفكارنا ونتراجع عن ما نراه باطلا في أفكارنا، وما أكثر الباطل وما أكثر الغلط والخطأ في أفكارنا وفي كتبنا ومواقف ومحاضراتنا. فهذا عيبا أن يراجع الإنسان نفسه، أن يراجع أفكاره، لكن أن نراجع كتاب الله هذا شيء فظيع حقيقة. يمكن لداعي يحترم نفسه ويحترم دينه أن يقول أنا أريد أن أفتح نقاشا فيما هو محكوم معلوم من الدين بالضرورة، فيما هو محكم، فيما هو قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، قطعي من كل. والمشكلة أن الشيخ أبو حفص يعترف أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعترف أنه نص قطعي في ثبوته، لأن القرآن هذا وصل للعالمين بالتواتر وقطعي في دلالته وأنه محكم، ولكن يريد أن يفتح نقاشا. أنا كما قلت لكثير من المنابر الإعلامية قلنا إذا كان الشيخ يريد نقاشا وأنا يريد أن يفتح نقاشا وأنا أريد أن أغلق هذا النقاش، فماذا نصنع؟ إذن؟ يعني هي مسألة الخلاف، يعني إذا لخصنا الأمر، هي مسألة الخلاف هي ليست في المسائل الاجتهادية بقدر ما هي في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة التي ليس معها اجتهاد طبعا. في كذلك الآن الشيخ أبو حفص يقول هو تحرر، يقول في كثير من المناطق بعظمة لسانه إنه تحرر من تربيته التي تربى عليها، تحرر من دراسته التي يعني شب عليها، تحرر من بين قوسين السلفية وفكر السلفيين يعني تحرر من كل شيء، ويشعر بل ويزيدنا بيانا في أن أصدقائه اليوم ليسوا أصدقائه بالأمس، اليوم أصدقائه أحمد عصيد وفلان وعلان ممن نعلم ويعلم أنهم من العلمانيين الاستئصاليين الذين يحجرون على الأمة فكرها وآراءها. هذا شيء فظيع جدا عندما يقول لك شخص كان داعية الله في يوم من الأيام ثم انسلخ عن دعوته وانسلخ عن جلبابه وانسلخ عن لحيته وانسلخ عن كل شيء، ويفخر أنه انسلخ عن لحيته، يفخر أنه تحرر وأنه كان مقيدا، كأنه هدانا الله وإياه، كأنه كان ينتظر فقط أن ينتقل أبوه إلى الرفيق الأعلى إلى رحمة الله من أجل أن ينقلب 180 درجة بصفة نهائية، وأن يتبنى فكر العلمانيين الحداثيين، وأن يفتح النقاش في كل شيء، وأن يغمز في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأن يشير إلى بعض الأحاديث التي لا يطعن فيها إلا حاقد على الدين حقيقة. لنترك الشيخ أبو حفص جانبا. الآن نتكلم عن مسألة مهمة طبعا نسمعها كثيرا في الكلام مع من قاموا بمراجعات وأنت منهم. هي مسألة لا أدري أنا لذلك أسأل، هي مسألة يعني مقاصد الشريعة. يعني الإصلاحيون كما يسمون يستعملون مقاصد الشريعة كأداة إصلاح، فهم يطوعون النصوص ربما، ونفس السياق الذي تكلمت فيه، يطوعون النصوص لتتماشى مع التطور الإنساني، تتماشى مع القيم الحديثة، مع حقوق الإنسان. أولا، ما رأيك فيما يفعلون؟ وما رأيك في مقاصد الشريعة؟ هل يمكن أن نعمل لها أبديت، أن نعمل لها تحديث؟ والله يا سيدي، أما وأن للشريعة مقاصد فبدون شك هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. الشريعة الإسلامية لها مقاصد بكل تأكيد، ودراسة مقاصد الشريعة أو مآلات الأحكام الشرعية هذه قضية خاصة بأهل العلم وفحول أهل العلم وجهابذة أهل العلم، ومن أجل خدمة الشريعة أصلا، ومن أجل خدمة العلم، وليس من أجل تطويع النصوص الشرعية من أجل أن توافق العصر. لا، ينبغي أنا شخصيا أن الدين الإسلامي بعقائده وشعائره وشرائعه وآدابه وأخلاقه هو حجة على الواقع، وليس الواقع حجة على الشرع.
فأنا من الذين يريدون تطويع الواقع حتى يتوافق مع الله، وليس تطويع شرع الله حتى يتوافق مع الله. وعلى هذا الأساس كيف يمكن ذلك؟ يعني كيف يمكن ذلك؟ أعطيك مثال، مثلا عندما تتكلم مقاصد الشريعة عن حفظ الدين، فعندما نتكلم عن حفظ الدين فأكيد أن سيكون هناك متضرر من هذا الحفظ، طبعا من زاوية نظر إسلامية، فأنت تحفظ الدين الإسلامي، أنت مسلم، فليس للأمر توابع. لكن مثلا إنسان لا يؤمن بالإسلام أو إنسان ترك الدين الإسلامي هو مرتد، فعندما نتكلم عن حفظ الدين كمقصد من مقاصد الشريعة، فحفظ الدين فيه قتل المرتد، فيعني كيف سنكون إنسانيين وفي نفس الوقت سنعمل بمقاصد الشريعة؟ وأنا لا أريد أن أكون إنسانيا منسلخا عن ديني، أنا إنسان بديني أصلا. أنا أعتقد وأنا ألتزم بدين الإسلام، أعتقد أنني في أرقى ما يمكن من الإنسانية، وفي أرقى ما يمكن من المحبة للناس، ومن التواضع للناس، ومن تفهم الناس وما إلى ذلك. فأنا أعتقد أن الالتزام بالدين الإسلامي بشريعة الإسلام هو أرقى ما يمكن في مجال الإنسانية في حد ذاتها، وفي مجال الرحمة الإنسانية ومجال التعايش وما إلى ذلك. فلذلك إذا كان ديننا الحنيف وهو من أرحم الراحمين كما يعتقد كل المسلمين، ديننا الإسلامي رحمة للعالمين، هكذا هو المدخل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرحمة أرسلها الرحمن الرحيم وهو رب العالمين. إذا ديننا رحمة يقينا. هذه الرحمة تلزمنا ببعض الشعائر وبعض الشرائع، أيضا ببعض الشرائع التي لربما من جراء قصورنا العقدي والفكري لا ندرك ما في هذه الشرائع من رحمة، حتى وإن بدت أنها قاسية وبدت أنها فيها نوع من القوة ومن الجبروت. ومن ذلك قتل المرتد يا سيدي هذه من الأحكام السلطانية. أنا كداعي الله سبحانه عز وجل أو أي مسلم في الحارة، في الشارع، في السوق، في كل، يعني ما الفائدة في أن يتناول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. الخطاب لمن؟ واو الجماعة من بدل دينه فاقتلوه. فاقتلوه من الذي ينبغي أن يقتل من؟ وكيف يقتله؟ وكيف تكون الاستتابة؟ وكيف يكون المجلس القضائي والشهود والإثبات وما إلى ذلك؟ إذا نحن الآن أمام قضية قضائية، نحن أمام قضية قضائية لا يجوز في تصور المتواضع أن نخلط هذه القضية في حياتنا اليومية، في المقهى، في المسجد، في كذا، لأن القضية قضية قضاء. من بدل دينه فاقتلوه لا يمكن لأي مخلوق أن يمسحها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يضعف الحديث وهو في صحيح البخاري. لكن الحديث صحيح طبعا، الحديث صحيح طبعا، لكن لا، تفضل. ليس هذا هو الحديث الوحيد من بدل دينه فاقتلوه. هناك حديث أيضا صحيح في صحيح البخاري وفي غيره من السنن وكذا، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. صحيح. ولذلك المجلس الأعلى العلمي في المملكة المغربية ربط الردة بالخيانة للجماعة، لأن الحديث قال إلا بإحدى ثلاث، في أن المتتبع أو الذي ينظر إلى المسألة يجدها أربعة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولكنهم أربعة وليسوا ثلاثة: النفس بالنفس واحدة، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة أربعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة وهو الحق، ومن ثم فإن التارك لدينه المفارق للجماعة زوج، هذان الاثنان هما يشكلان نقطة واحدة، وهو لذلك قالوا التارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد في كذا. لكن الحديث الآخر: من بدل دينه، ثم بعد ذلك من بدل دينه هذه على إطلاقها. فإذا بدل الإنسان دينه من النصرانية إلى اليهودية، هل يدخل في الحديث؟ أو بدل دينه من اليهودية ودخل إلى الإسلام، كان نصرانيا ودخل الإسلام، النص الظاهر: من بدل دينه فاقتلوه، هذا بدل دينه.
كان نصرانيا وبدل دينه وأصبح مسلما، هل نقتله؟ الجواب لا، ولا يقول بهذا أحد. عندي بعض التعقيبات على هذا الأمر. يعني مسألة مهمة جدا، ربما العدد كبير جدا من الناس الذين يتابعون حوارنا الآن هم ناس تركوا الإسلام أيا كانت وجهتهم، هناك الملحد واللاديني والربوبي والمسيحي وغيرهم. فمسألة مهمة جدا، أود لو استوقفتك في تعقيبين فقط. يعني التعقيب الأول هو مسألة أن طبعا الإشكال ليس أن المرتد أو أنها مسألة قضائية، أنها مسألة أمير المؤمنين هو الذي سيطبق الحد. هذا ليس هو بيت القصيد بالنسبة لنا كمرتدين كتاركي للإسلام، لكن الأهم هو النتيجة. يعني سواء كان القاضي هو الذي سيحكم أو الأمير هو الذي سيحكم، فالنتيجة هي واحدة، هو أن هذا المرتد سيقتل. إذن لا يهمنا الإطار الذي سيكون فيه هذه العقوبة. هذه من جهة. من جهة أخرى مسألة التارك لدينه المفارق للجماعة، طبعا أنت تعلم أكثر مني أن هناك أحاديث أخرى صحيحة جاءت يعني لم تأتي بلفظة المفارق للجماعة، فجاءت فقط في ترك الدين. وهناك أحاديث أخرى عن قتل المرتد ليس فيها يعني مفارقة الجماعة. مسألة الدين كذلك، من بدل دينه فاقتلوه، في شروح الحديث طبعا الدين هنا هو الإسلام. مسألة التحول من اليهودية إلى النصرانية أو إلى أديان أخرى هذه مسألة خلافية عند الفقهاء، لكن المقصود في الحديث من بدل دينه فاقتلوه هو الدين الإسلامي، هو المسلم. فما رأيك في أنا أعلم طبعا مجلس العلمي يعني في المغرب أنه غير الفتوى في البداية، كانت مسألة قتل المرتد، بعد ذلك حددها أو حصرها بالخيانة وأضاف عليها أشياء، وأتى بمسألة الحديبية رغم أنها في رأيي الشخصي لا تستقيم. لكن ما رأيك في قتل المرتد، يعني بدون الآن الرجوع إلى ما قاله المجلس العلمي أو أي شيء؟ يعني مسألة قتل المرتد، ألا ترى أنها مسألة يعني في يومنا الآن مسألة متجاوزة؟ يعني كيف تقتل إنسان فقط لأنه غير تفكيره، غير طريقة نظرته إلى دين ما؟ أليست مسألة بين قوسين لا أخلاقية في نظرك؟ لا 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 والله، يعني شرع الله هو الخلق كل الخلق، لكن علينا أن نفهم أن الذي يقتل ليس أحد الناس، ولا يمكن لأحد الناس أن يقتل، وإلا تحول الحد إلى إرهاب. لا نريد أن يقتل أحدنا في الشارع العام بحجة أنه حتى وإن ارتد حقيقة فلا يمكن لأحد المسلمين أن يقتل مرتدا في الشارع العام، وإلا سنتحول إلى فوضى لا يقبلها الدين نفسه. ولذلك الفقهاء يسمون ذلك افتئاتا. هذا الافتئات على الشريعة. لا يمكن للمواطن للمسلم مهما كان أو إماما أو داعيا، لا يمكن أن يتحول إلى قاض لينفذ أحكام الله. أحكام الله هذه من أحكام السلطانية، ونحن نتحدث عن حكم شرعي، لا نتحدث عن كيفية تطبيقه وممارسته لندخل في فتح مجال للإرهاب وقتل الناس وإلى غير ذلك. وبالتالي بعد ذلك ما يجوز لأي أحد أن يقتل أي أحد بحجة أنه سمعه يسب الدين أو أنه في نظره ارتد عن الإسلام. هذا فتح لأبواب الفوضى ولإراقة الدماء بالباطل، حتى ولو كان المرتد قد ارتد حقيقة والذي يقتله عن حق، لكنه افتئات لا يقبله شيء. لذلك أنا قلت في البداية هذه أحكام سلطانية لا علاقة للداعية بها، ولكنه النص صحيح، ولا يمكن أن نغيره من دين الإسلام أو أن نؤوله تأويلات متعسفة حتى يرضى عنا زيد أو عمر من الغرب. جميل. في نفس السياق، يعني طبعا أنت سمعت وفي حوارك مع الأستاذ أحمد عصير يعني كان الكلام عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي فيه طبعا حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، حرية الفرد في اعتناق أي دين، والحق كذلك في إظهار الدين. يعني تكلمت بشكل سلبي عن هذا الإعلان من خلال لقائك مع الأستاذ أحمد عصير، لكن في الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الملك على تشبث المغرب بالإعلان، وقال يعني كان في كلام جميل جدا يخص الإعلان. يعني هل قمت بمراجعة لما قلته في الماضي عن الإعلان أم ما زلت تتبنى نفس الموقف؟ لا بد أن نفهم أن نضع الأمور في نصابها.
المملكة المغربية التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى المواثيق الدولية في حقوق الإنسان وما إلى ذلك، كما هو بين وواضح في الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 1911. الدستور لا بد أن نفهم أن ذلك مشروط بالدستور بموافقة القانون العام للمملكة والوضع العام للمملكة، ولا ينبغي أن يخالف. وأظن ليست هناك دولة واحدة تتعامل مع منظومة حقوق الإنسان أو مع غيرها من المنظومات الكونية بين قوسين التي يسمونها كونية أو الدولية بعيدا عن الخصوصية. في كل الدول بين قوسين الديمقراطية نجد تلك الدول تنتهك هذه الحقوق نفسها بحجة الخصوصية. يعني تنفيذ يعني أكثر من ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن يقول لأحد بأن أمريكا ليست ديمقراطية. وهناك أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان جملة وتفصيلا في الغرب في كثير من الدول وفي كثير، يعني هذا شيء حديث ولا حرج، بحجة الحفاظ على العلمانية كما هو حاصل الواقع في فرنسا وفي غيرها. وقس على ذلك فالمملكة المغربية التي قبلت هذه المواثيق ووقعت عليها وتحترمها إنما تفعل ذلك في إطار الخصوصية المغربية ومع التوافق مع القانون المغربي والشريعة الإسلامية. لا ننسى أن الدستور الذي قبل هذه الأمور قبلها، وأن يجعل حجة الإسلام هي الحجة العليا، وليس يعني الحجة التي تعلو ولا يعلى عليها. في كل يعني في أكثر من بند الدستور المغربي، المغرب دولة إسلامية، المغرب دولة دينها الرسمي الإسلام، ويمنع الدستور المغربي من مراجعة أي نص قطعي شرعي من قبل أي برلماني أو وزير وما إلى ذلك. فإذا فعل فكما يدل أظن الفصل 75 أظن أن يعني نص على نزع الحصانة منه ولا بد من تقديمه إلى المحاكمة. إذا على أن القوانين المغربية انطلاقا من الدستور أو القانون الجنائي وما إلى ذلك هو فوضى أو همل أو يعني كيفما اتفق. لا مرحبا بهذه القوانين، لكن في إطار المرجعية الإسلامية، الدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين المغاربة ودين الدولة المغربية. لكن هذا نتكلم الآن عن الدستور المغربي أو القوانين المغربية. الدستور المغربي هو وضعي، إذا استثنينا طبعا بعض مسائل الإرث والأحوال المدنية. نعم. وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية هي وضعية أيضا. نعم، لكن أنا الآن أتكلم عن القانون المغربي. بعد من ذلك حقوق الإنسان لم يكن بينهم أولئك السبعة في الأمم المتحدة، لم يكن بينهم مسلم واحد ولا عالم واحد، لا مسلم بل عالما أو فقيها أو كذا، فكلهم كانوا غير مسلمين. نعم، أنا أتكلم الآن فقط عن المغرب، الآن عن الدستور المغربي، يعني كأنه سؤال آخر، يعني ليس له علاقة بالضرورة مع السؤال الأول. لكن هل هذا القانون الوضعي يعني هل أنت راض عليه في المغرب أم تتمنى تطبيق الشريعة في المغرب؟ لا، تطبيق الشريعة يتمناه كل مسلم على وجه الأرض، ولا أظن أن مغربيا واحدا يمكن أن يطعن في شرع الله. هذا مسألة محسومة ابتداء من آخر إنسان إلى أعلى إنسان في المملكة. شرع الله أن فوق كل اعتبار. أن نتخلف في تطبيق هذا الشرع أو اعتبارات متعددة لإكراهات هذا شيء وارد، ولا أقول ولا يمكن أن يقول أي قائل بأن شريعة الإسلام تطبق في المملكة المغربية حرفيا من أولها إلى آخرها، ولا يقول بهذا أحد، ولا تطبق أصلا في أي دولة كما أتصور في أي دولة من دول العالم كما فهناك لابد طبعا على تفاوت. ومن ثم فالدستور المغربي ليس وحيا، لكنه أحسن من ما سبق، ونطمح إلى تغييره في المستقبل إذا ارتأى الخبراء وكذا حتى يتوافق مع كثير من القضايا. لكن تطويع الدستور للمصالح الوطنية والكبرى تطويعه شيء مقبول وشيء ربما واجب، لكن ليس تطويعا من أجل أن يوافق الشرع أو من أجل مهيمنا على الشرع أو حجة على الشرع. شرع الله يبقى هو الشرع، ودين الله يبقى هو الدين، وأحكام الله تبقى عليا إلى قيام الساعة. هذه عقيدتنا إن شاء الله عز وجل نموت عليها. لكننا شخصيا من الذين وافقوا على هذا الدستور ووافقت عليه وصوتت لصالحه وقلت نعم، ليس لأنه من أول حرف إلى آخر حرف
حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا لا يقول به أحد، ولكن لأنه أفضل ما يمكن أن يتعامل به بين الفرقاء السياسيين وما إلى ذلك. لكن لماذا الدعاة والخطباء أهل العلم عموما في المغرب لماذا لا يتكلمون عن ذلك؟ يعني ولو من باب النصيحة. فنحن إذا سلمنا أننا عندنا أمير المؤمنين، وأكيد أن أمير المؤمنين يريد تطبيق الشريعة يعني أوتوماتيكيا، هذا ما يعتقد الإنسان، فلماذا لا يتقدم له الدعاة والخطباء أهل العلم؟ لماذا يتقدمون بالنصيحة لأمير المؤمنين؟ يعني ممكن حتى لو لم يكن تغيير جذري للدستور، لكن هناك مجالات للتغيير، يعني ظهير شريف ربما هناك مجالات للتغيير لنقترب على الأقل للشريعة. لا، وبكل تأكيد يعني لا ننسى أن المملكة المغربية لا سيما في العهد الجديد، عهد الملك محمد السادس، لا ننسى أنها ورثت من المخلفات الاستعمارية ما ورثت. يعني هذا لا ينكره أحد. نحن كنا محتلين من قبل فرنسا، وغيرت فينا الكثير من القناعات، والكثير من أبنائنا درسوا في الجامعات الغربية، والمملكة بكل تأكيد لها مصالح كبرى ويعني محكومة بإكراهات عالمية، اقتصاديا، علاقات عسكرية، سياسية مع أمريكا، مع الغرب، مع كذا. فأنت تدري أن حتى في الشريعة الإسلامية أن العاجز عن تطبيق حكم ما فهذا مرفوع عنه التكليف. فأنا شخصيا لا أدري، لكن ربما العلماء في المغرب يعني لا نظن أن هناك علماء في المغرب لا يريدون شرع الله. لا، الكل يريد شرع الله، والملك يريد شرع الله، وكل مسلم في المغرب يريد شرع الله، هذا شيء طبيعي. لكن كيف تطبق؟ لا، قد تجد من العلماء من يقول نحن نطبق شرع الله، إذا بعض الحدود غير مطبقة فإن الواقع يفرض علينا عدم تطبيقها لإكراهات سياسية واقتصادية ومن عرف ومن عرف ولست أدري ماذا، وبالتالي يخرج لك بعذر أو بعلة يرى أنه. فأنا لا أدري، لكن هذه الأحكام كلها يعني معنى الشريعة الإسلامية. أنا ربما فكري أكبر من هذا بكثير. أنني لا أعتقد أن الشريعة الإسلامية محصورة في بعض الحدود والقصاص وفي بعض التعازي. الشريعة الإسلامية أكبر من هذا، فيا ليتنا نطبق شرع الله عز وجل في الكثير من الأمور، الإحسان إلى اليتامى، إلى الأرامل، في الإحسان إلى القرى المهمشة، في رفع المستوى التعليمي للمواطنين. هذا من شرع الله عز وجل أن يكون للمسلم يعني حق في تعليم راقي وفي تعليم يتطابق مع متطلبات العصر. يعني من الشريعة الإسلامية أن يكون لنا مستشفيات في كل مكان في المستوى العالي للتطبيب وللولادة ولمتابعة الأمراض الخطيرة وإلى ذلك. هذا من الشريعة الإسلامية. أيضا أن نرفع المستوى المعيشي في الزراعة وفي كل أنواعها، في الحبوب، في الفواكه، في الصيد البحري. فإذا من الشريعة الإسلامية أيضا أن نعالج مسائل الغش ومسائل الربا ومسائل الرشوة ومسائل الانتهاكات، الكثير من حقوق الإنسان في الأسرة، في الزواج، في الطلاق. فإذا يعني هل ما بقي لنا في هذه البلاد وفي كل البلاد إلا أن نقطع يد السارق وإلا أن نرجم الزاني وما إلى ذلك؟ الأول والأولى في تصور المتواضع أن نبدأ بتطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من الأمور الأخرى التي لا تجر علينا أصلا ويلا ولا وبالا من الغرب الذي يتربص بكل من يحاول من قريب أو بعيد تطبيق الشريعة الإسلامية. أوكي، ننتقل الآن إلى موضوع الساعة، وهو موضوع الحراك الريفي. ما فهمته من خلال منشوراتك، وربما هي ليست لك، لأنني علمت يعني مؤخرا أن الكثير ممن لهم صفحات باسمك هي ليست صفحات لك. الكثير من الذين ينشرون باسمك هم يعني ينتحلون شخصيتك فقط والاسم، لكن من خلال حتى بعض الفيديوهات يبدو أن عندك تحفظات، بل ربما رفض تام لما يحدث في الريف. لو تفضلت ووضحت لنا وجهة نظرك في الأمر. لك بالغ الشكر والتقدير على فتح هذا الموضوع، والإشارة إلى فعلا أنا أعاني من صفحات كثيرة جدا، ربما حوالي 20 صفحة على الفيسبوك وربما أيضا على التويتر،
تكتب باسمي وتنشر صوري وتغرد باسمي وتجيب عن أسئلة السائلين باسمي ويلتقطون أفكاري بسرعة بالغة من الصفحة الرئيسية ليوهموا الناس. أبعد من ذلك يضعون رقمي الحقيقي، رقم الهاتف الحقيقي على الصفحات المزيفة. ففعلا أنا أعاني معاناة شديدة. ثم بعد ذلك يأتي زيد أو عمرو من الحسيمة أو من نظر ليمطرني سبابا وشتما: ما لكم للريف، ولماذا تسب الريف، ولماذا تسب يا عدو الله، يا فاعل، يا تارك، يا كذا. في حين أنه أخذ التدوين من صفحة مزورة، والذي كتبها الله أعلم من هو، وأنا الذي يعني أتلقى السيل من السباب والشتائم في هذا الشهر الفضيل وفي غيره. فهذه ابتليت بها لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك في كثير من الأحيان أقول للمتتبع: لا تأخذوا من هذه القنوات التواصل الاجتماعي، من هذه الشبكة العنكبوتية العالم الأزرق وكما يسمونه، لا تأخذوا إلا ما رأيتموه بالصوت والصورة مني. كل ما ليس صورة وصورة لا تأخذوه، أو أقل تقدير بأخلاق الإسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وغاية ما يفعل أحدهم، وقد أخذ رقم الهاتف من الصفحة المزورة، يقول لي: الشيخ السلام عليكم، هل أنت هو فلان؟ نعم. هل هذا رقمك؟ نعم. لعنة الله عليك وكذا 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 وكذا. ويستمر في هذا السباب الشتائم، بل بأفحش العبارات وبأفظع ما يمكن أن يتفوه به إنسان، ولا أقول مسلم، للأسف الشديد. إذا بعد هذا نصل إلى موقفي من الحراك في الريف. فاعلم سيدي أنني سأقول هذا الكلام، أنا لا أخاف إلا الله سبحانه عز وجل، وأنا ريفي، أنا ريفي. ومن ثم من قال بأنني أكره الريافة، أنا لا أكره نفسي، ولا يمكن أن أكره ملايين من سكان الريف، وهم من بني جلدتي ومن بني وطني، وجلهم من الذين آباؤهم سالت دماؤهم من تحرير هذا الوطن. يا سيدي، هل تعلم أن والدي هو رئيس جيش التحرير في الريف؟ والدي محمد الفزازي هو رئيس جيش التحرير في الريف، الرجل الذي ذهب إليه محمد الخامس رحمه الله برجليه مع الحكومة يومئذ أظن 55 أو 56 لزيارته على الجبل. فكيف يمكن أن أكون عدوا لأهل الريف، أو أن أصف الريف بأي وصف مشين ولا يليق بي أصلا، وليس لي وما كنت أبدا ولن أكون أبدا لأصف الريف وأهل الريف بحرف يسيء إليهم. فإنني حينها سأصف نفسي بهذا السوء. لأنتقل لأقول الحراك في الريف، أو المظاهرات في الريف، أو المسيرات مدينة الحسيم على وجه الخصوص، وهذه المطالبات أنا أؤيدها. والله وددت أن أكون في الصف الأول في هذه المسيرات، وأن أرفع راية المغرب، أن أرفع الراية الوطنية، لا أرفع راية الجمهورية الريفية الوهمية. هنا ينبغي أن نكون واضحين. أنا مع المطالب الشعبية التي تطالب بأشياء اجتماعية ثقافية تعليمية، من أجل محاربة الفساد، محاربة الاستبداد، محاربة اللوبيات الذين يسرقون الأسماك من الميناء ويسرقون أموال الناس وضرائب الناس والفساد في الرشوة والمؤسسات. أنا مع أهل الحسين في هذا، وما أظن مغربيا واحدا يعاكس هذا التوجه. كل المغاربة مع الحقوق المشروعة لأهل الحسين ولأهل الريف، كما أن عقلاء الريف كلهم مع الحقوق المشروعة الاجتماعية وغيرها في جبل الأطلس، في السوس، في الشرق، في جيج، في لست أدري، في الراشدية، في كل مكان. فلا لا يمكن، لا نتصور بأن الحسيمة تعيش في أسفل سافلين، وأن المناطق الأخرى ما شاء الله تعيش على مستوى النرويج أو الدنمارك. كل المناطق لها خصائص. أن يطالب أهل الحسيمة بمستشفى، بجامعة، بمصنع، بمعامل، والله هذا حقهم، ولا يمكن لعاقل أن يقف في وجههم وهم يطالبون بهذه الحقوق بالسلمية وبكذا. لكن أنا شخصيا ممن يلح تكون هذه المطالب تحت الراية الوطنية، تحت السيادة المغربية. عندما لا ترفع راية واحدة للوطن، عندما لا ترفع صورة واحدة لملك البلاد،
عندما ترفع راية أخرى لا ندري من أين ولا ندري الأهداف السياسية التي عندما يعلن من يعلن أن الريف من هنا والعروبة من هناك، عندما يعلن الزفزافي ناصر الزفزافي بأن الاستعمار الإسباني كان أرحم من الاستعمار العروبي، عندما نصل إلى هذا المستوى وأن المملكة المغربية تمثل الاستعمار العروبي لجمهورية الريف، اسمح لي، هذا شيء لا يمكن أن نقبله. لا يمكن أن نقبل الخطاب بأن الجيش الحربي، الجيش الملكي والجيش الحربي، وأن الدرك والدرك الحربي، وأن المؤسسات الأمنية مؤسسات حربية، ولا يمكن أن هذه الجيوش وأن نقول يا جيش اذهبوا إلى القرقرات ولماذا جئتم عندنا يا كذا، وأن يقول الزفزافي وغيره لملك البلاد الذي يحظى بالإجماع الوطني أو يكاد من حيث المحبة ومن حيث الاعتراف ومن حيث البيعة، إن كنت تزعم أنك أمير المؤمنين فافعل كذا وكذا. كيف إنه يزعم؟ ما هذا؟ لذلك أنا ضد الخطاب الذي يقسم هذه الأمة، أنا ضد الخطاب الذي ينحو مع إقامة جمهورية وهمية لن تكون أبدا في يوم من الأيام هذه الجمهورية الوهمية. فلماذا إذن خلق الفتنة والأمثلة الدموية موجودة أمام أعيننا؟ سوريا بدأ الثوار فيها بالسلمية وبكذا وبهذا وإلى آخره، إلى أن أصبحوا يتسولون نخبة الخبز في المساجد في أنحاء العالم. لكن تعقيب بسيط على مسألة العلم الأمازيغي، لماذا لم يرفع الأمازيغ العلم الأمازيغي؟ أنا لو شاركت في مسيرة الحسين أو في أي مسيرة أخرى سأرفع العلم الأمازيغي بيد وأرفع العلم الوطني بيد، لأن العلم الأمازيغي يمثل ثقافة، صحيح. إذن أين الإشكال؟ الدستور المغربي اللغة الأمازيغية لغة رسمية في المملكة المغربية. نعم، لكن أين الإشكال إذن؟ يعني إذا رفع الأمازيغي هم يعني أنا أسمع لا إشكال، بالعكس أنا لا إشكال، أنا الإشكال عندي في رفع راية الجمهورية الريفية الوهمية، أنا الإشكال عندي في إصدار الخطابات التي تفرق الشعب المغربي، أنا الإصدار عندي في أن نقول نحن الريف وأنتم العياشة، لأنكم تقولون عاش الملك، نحن نقول عاش الريف ولا عاش من خانه، بمعنى أن الخطاب نفسه يعني فيه تقسيم واضح للمملكة المغربية على أساس عرقي وأساس لغوي، هذا مرفوض يعني شرعا وعرفا وواقعا وقانونا بكل الاعتبارات، هذا هو الذي. فإذا أنا انتقدت الزفزافي أو غيره في هذا الخطاب المتشنج الذي يسب المغاربة وأن المغاربة عياشة وأنهم يركعون للبشر وأنهم يعبدون الملك وساروا في هذا الخطاب هذا المتشنج الذي يفرق ولا يجمع، فحينها يقول لي قائل أنت عدو الريافة. اسمح لي، الزفزافي ماشي هو الريافة، الزفزافي واحد من الريافة، وأنا أعرف من الأصدقاء من الريافة أقول لك الريافة هم 3 أقسام في هذه المنطقة حسب تصوري. هناك من أهل الريف من لا يريد أصلا هذه التظاهرات ولا هذه الجمهرة أصلا، ربما لأن له مصالح وله كذا وكذا وعايش بخير وعلى خير والأمور ماشية فلا يريد فتنة ولا يريد، وهذا جانب مهم من سكان الريف. هناك جانب ثاني من رأى في عياله في بطالة وفي ظلم في المحكمة وفيه فقام هذا الحراك وقامت هذه التجمهرات السلمية وكذا وراحت ومشت بعيد ويطالبون مطالب اجتماعية وثقافية، وأنا أؤيدهم 100% ولا اعتراض لي أبدا على هذه المطالب أبدا. وأنا أطالب من هذا المنبر الحكومة المغربية أن تسعى جاهدة على الفور وعلى جناح السرعة لتلبية ما يمكن تلبيته على الفور، ليس فقط في الحسين وفي الأماكن الأخرى، لأن إذا استعملنا العصا السحرية في تطبيق كل شيء بين عشية وضحى هذا مستحيل. فقد تقوم يعني لست أدري في الأطلس في الحاجب في إفراد في الرباط في الدار البيضاء في مراكش في أكادير في كل مكان يقول والله نجحت في الحسيمة، إذن فلنشعلها نارا ثم بعد ذلك نحرق الأخضر واليابس. لكن أليس أنا يعني نظرة الشخصية للأمر أليس لحظة. نعم. ثم هناك الخطاب الضعيف القليل الآخر الذي يركب هذه الموجة، هذا الانفصاليين الذي يركب موجة الحراك بين قوسين أو التظاهرات من أجل الوصول إلى الانفصال وإلى الطعن في المؤسسات وفي مؤسسة إمارة المؤمنين في مؤسسة الجيش والدرك والقوات المساعدة وفي كل مكان والمؤسسات الأمنية وفي البرلمان وفي كل مكان.
هنا المسألة تأخذ بعدا آخر لا يقبله المغاربة، لا يقبله المغاربة. طيب، لكن هذا على حد قولك عزيزي، هم قلة قليلون، فالأغلبية كما قلت هم لا يريدون انفصال، بل يريدون هي مطالبة بالحقوق فقط. يعني حتى حمل الراية الأمازيغية هو ليس راية انفصال، لكن مسألة ثقافية فقط. وحتى في كلامهم، يعني أنا شاهدت فيديوهات هم يؤكدون على أنهم ليسوا انفصاليين. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كيف نحاسب الأغلبية الساحقة؟ نحاسبها باستثناءات بسيطة. ولذلك أنا أقول محاسبة الأغلبية البسيطة كما تتفضل أمر مرفوض بكل الاعتبارات. والآن كل المسؤولين وكل العقلاء في المملكة يرفضون محاسبة الناس أو معاقبة الناس أو سجن الناس لأنهم يريدون مطالب اجتماعية وثقافية وما إلى ذلك. هذا أمر مرفوض، وملك البلاد على رأس الرافضين لهذا الأمر. نحن نقف في وجه الذي يريد أن يقتطع الريف المغربي، ليس فقط، لا نقول الريف المغربي من أمه وأبيه المغرب. هذا هو، وهذه القلة هي التي ثم يأتي أحد هؤلاء القلائل ليقول لي ولغيري أنت تعادي الريف. لا يا سيدي، الزفزافي ليس هو الريف، الزفزافي ريفي في تصوري وفي معتقدي أن لسانه وتصرفاته قد شذت عن الإجماع الريفي في حد ذاته. عندما يذهب إلى مسجد خطبة الجمعة ويوقف هذه العبادة ويرمي الميكروفون أمامه ثم يحدث الضجة والبلبلة في المسجد، الجناء المغربي 222 أو 221 أظن، يعني يعاقب كل من يفعل ذلك. ممكن أن تختلف مع الإمام، ممكن أن تترك الإمام إلى أن ينتهي، ممكن أن تعلق، ممكن أن تأخذ الإمام بعيدا وتنصحه، ممكن أن تقول أي شيء، لكن أن توقف العبادة، خطبة الجمعة، صلاة الجمعة، أن تحرم الناس من هذه العبادة، اسمح لي، هذه فوضى. لكن ما رأيك في الدولة التي حاولت استعمال أو استغلال المسجد لتمرير خطاب سياسي؟ فالإمام أو الخطيب كذلك هو مخطئ في الأمر، أو من يعني أمره بذلك. يا سيدي، أنا خطيب الجمعة كما قلت لك. نحن عندما نقول السياسة ممنوعة في المساجد ينبغي أن نفهم قضية. أنا أمارس السياسة في المنبر يوم الجمعة وفي كل خطبة. فعندما أقول اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين فأنا أمارس السياسة. عندما أخطب خطبة في عيد العرش أو في عيد الاستقلال أو في 20 غشت ثورة الملك والشعب، خطبة رسمية أو غير رسمية، أحيانا يعطى لنا فقط الموضوع، ولكن أصحح ليس دائما. فالأغلبية الساحقة من الخطب الخطيب هو المسؤول عن خطبته، هو الذي يختار الموضوع، هو الذي يحرر، هو الذي أنا أصلا أخطب بدون ورقة، ومن ثم أنا أختار المواضيع وأنا أتحدث حيث أشاء في أي موضوع شئت. لكن أحيانا في بعض المناسبات تأتيك خطبة أو تعليم من الأوقاف بأن الموضوع موحد ينبغي أن يكون كتاب وكتاب. أحيانا تأتي الخطبة مكتوبة أن نقرأها حرفيا، وأحيانا نحن الذين نحرر ولكن الموضوع موحد. إذا نحن نمارس سياسة، لكن هي سياسة في تصورنا سياسة تجمع ولا تفرق. السياسة المرفوضة في المسجد هي أن أكون مثلا من حزب الاستقلال ثم أصعد على المنبر ثم أزين للناس حزب الاستقلال وأطعن في الأحزاب الأخرى، مع العلم أن المصلين ليسوا جميعا من حزب الاستقلال، هناك أحزاب شتى، ومن ثم لا أحد يرضى أن يكون هذا الخطيب يحمل هذا اللون السياسي أو ذاك. كذلك ممكن أن أكون مع العدالة والتنمية، ومن ثم يأتي حياد الخطيب والإمام، لأنه كما لا يخفى ولا يعرف الكثير من الناس أن خطيب الجمعة أو إمام المسجد هو ممثل في ذلك المسجد، ممثل رسمي لأمير المؤمنين في ذلك المسجد. وبالتالي فنحن نمارس السياسة، لكن نمارس السياسة التي يقبلها المغاربة جميعا، ولا نمارس السياسة التي تحمل ألوانا حزبية ومشاريع حزبية وكذا، فهذه هي التي تفرق ولا تجمع. تكلمت عن البيعة، وربما حتى ظهرت في الإعلام يعني رأي الشارع المغربي ربما، وأن يعني البيعة بشكلها الآن هو شكل نوعا ما غريب، يعني مسألة الركوع وكل هذه الأمور.
فهل توافق على هذا؟ لا أتكلم عن البيعة كبيعة لأمير المؤمنين، لكن أتكلم عن الشكل. هل توافق على الشكل؟ أنا شخصيا لا أوافق على هذا الشكل. وأنا شخصيا عندما تشرفت بالسلام على ملك البلاد حفظه الله أمير المؤمنين لم أقبل يده ولم أقبل كتفه، بل قبلت وجهه الشريف، وأقول الشريف لأن هذا معتقدي ولا يمكن أن يزايد عليه أحد، لم يحاسبني أحد ولم يقل لي أحد قد أخللت بواجب الاحترام للملك ولا أي شيء. الذين يريدون أن يقبلوا الأيدي والأرض هذا شأنهم، لكن هناك طقوس بكل تأكيد وقد تحدث فيها الكثير من المفكرين ومن هذا، وهناك من طلب بمراجعتها وهناك وهناك وهناك. لكن هل فعلا الآن يعني هل هو فعلا ركوع؟ لأن الركوع في تصوري الركوع يحتاج إلى شرطين اثنين. الشرط الأول نية الركوع، والركوع الشرط الثاني هيئة الركوع. وهيئة الركوع كما هو معلوم الركوع الشرعي وأن يكون الكفان على الركبة وأن تكون نية الركوع ونية العبادة لذلك الشخص. أنا أقول لك بملء في الركوع لمخلوق كفر بالله. الركوع الذي هو ركوع أو السجود الذي هو سجود شخص ما أو لشجر أو لحجر أو لقبر أو هو خروج عن ملة الإسلام. ولذلك أعتقد أن هؤلاء الذين ينحنون للملك لا أظن واحدا منهم يركع للملك، بل هي طقوس انحنائية مبالغة في الانحناء، لأن الملك نفسه يركع لله ويسجد لله. لا، وطبعا الكلام عن الشكل طبعا هو أكيد أنهم لا يركعون لمعبود. فهل نتصور قلنا للملك محمد السادس الناس يركعون لك، فسيقول لك لا أنا لا أريد أحدا أن يركع لي. فإذا القضية قضية هل هي ركوع أو لا؟ أنا أقول ليست ركوع، هو انحناء مبالغ فيه، طقوس موروثة من قرون. رأيي أن تزول وإذا زالت لا ينقص من احترام الملك ولا من هيبته أي شيء. هذا رأي متواضع لأن الملك أنا أقول لك بكل صراحة الملك له في قلوب المغاربة من المحبة ما فوق هذه الطقوس أصلا. فهذا الرجل حقيقة محبوب عند شعبه إلى حد بليغ، وهذا الرجل قد جعل من قلوب المغاربة أو جل المغاربة من قلوبهم العرش الحقيقي وليس ذلك العرش الذي هو من كرسي ومن ما أدري من الزخرفة. قلوب المغاربة هي عرش الملك محمد من الذين كنت أبغض الحسن الثاني رحمه الله بغضا شديدا، وكنت لا أخفي، وكنت أكفره وأكفر جده وأكفر كل من يقترب إلى العرش العلوي. لكني كنت مخطئا وكنت قاسيا وكنت خارجيا وكنت ضالا عقديا. ولذلك بعد ذلك وبعد مراجعة كذا جميل. هذا هو يشهد الله أنني أعلن محبتي للملك المغربي محمد السادس. لا أقول إنه عمر بن الخطاب ولا أبو بكر ولا أنه يوحى إليه ولا أنه يأتي بالحق كله ويطبق، لا أقول هذا أبدا، ولا هو يقول هذا ولا أحد يقول هذا. هذا هو ربما السؤال الذي كنت أود طرحه، وهو أنه كانت عندك مواقف تكفيرية في الماضي وتراجعت عنها لاحقا. سؤالي ذو شقين. أولا، ما هي القاعدة الدينية التي بنيت عليها منهجك التكفيري في الماضي، وما هو السبب في التراجع أو المراجعة؟ هل هو اجتهاد شخصي أم خطأ في فهم النصوص؟ أكيد أنك عندما كنت تكفر كنت تستند على نصوص، فهل هو خطأ في فهم هذه النصوص أم هو شيء آخر؟ يا سيدي التكفير من حيث أنا ورثته من كثير من العلماء ومن كثير من العلماء الكبار، لا أريد أن أسمي أحدهم وقد انتقلوا إلى عفو الله رحمه الله، عندما يقول أحدهم الوطن وثن، عندما يقول لي أحدهم تحية العلم شرك بالله وخروج عن ملة الإسلام، لأن في الصلاة نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. عندما أخذ من هذا فأنا ورثت ذلك التكفير وعشت في حمأته، فكنت أكفر الحكام كل الحكام، لا بل انتقلت إلى تكفير العلماء الكبار أمثال بن باز والعثيمين والشيخ القرضاوي والمقرئين أمثال السديس وغيرهم من
العلماء ومن المقرئين، بل كنت أكفر الحركات الإسلامية كلها والديمقراطية برمتها ومن يقول بها ومن يشارك في الانتخابات والبرلمانات التي هي بيوت الأزلام وأندية للشرك والتشريع من دون الله وما إلى ذلك. فأنا ورثت هذه الثقافة من كثير وكنت أعتقدها وأكفر الجميع، حتى وإن في الواقع بيني وبين نفسي لم أكن ذلك الخارجي الذي يؤمن بالتفجير والتقتيل وكذا أبدا، لم أكن هذا في يوم أمارسه في يوم. وأنا كنت أصلا مدرسا وخطيبا في المساجد الرسمية منذ كما قلت لك رسمي منذ 1981. نعم، لكن هي أنت تقول أنك ورثت هذه الثقافة، لكن ألا تستند مسألة التكفير، ألا تستند على نصوص، ألا تستند على شيء من بالتأكيد. نعم. فكيف تتعامل الآن مع نفس النصوص التي اعتمدت عليها في التكفير؟ كيف تتعامل مع هذه النصوص الآن وقد تراجعت عن ذلك؟ بكل بساطة كنا نفهم نصوص الشرع فهما خاطئا أو قاصرا. أذكر على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عصموا مني دماءهم وأموالهم. بمعنى أن الذي لا يؤمن ولا يصلي ولا يزكي دمه حلال وعرضه حلال وماله حلال. لذلك لا تعجب إن وجدت لي ولغيري بعض الفتاوى في استحلال أموال الأوروبيين الكفار واليهود، وهذا كان خطأ مني ومن غيري خطأ فظيعا. فلا يمكن أبدا بناء على هذا الحديث أن نستحل أموال الناس وأعراض الناس بفهم هذا الحديث، وكان فهمنا فهما خاطئا تماما. يعني أمرت أن أقاتل الناس، نحن كنا نفهم لهجتنا أن الناس إنما هم الناس والبشر، في حين أن الألف واللام للعهد. فالمقصود بالناس هنا بإجماع أهل العلم، فأنا لست أدري كيف كانت على أعيننا غشاوة. الناس هنا للعهد وليست للجنس، والمقصود بهم هم كفار مكة من كفار قريش، بدليل أن هناك نصوصا أخرى تخير في الغزوات وفي الفتوحات تخير أولئك الناس بين الإسلام، إن قبلوا الإسلام فبها ونعمت، إن لم يقبلوا يدفعون الجزية، إن لم يدفعوا الجزية فهناك القتال. إذن هناك ثلاثة أمور، هذه الأمور الثلاثة لا نجدها في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لأن الحديث قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، إما أنهم مسلمون أو يقاتلون نهاية. فإذا نحن كنا نعمل ببعض الأحاديث الصحيحة بكل تأكيد التي نزلت في خصوصية معينة، وكنا نعمل على كل الناس. إذا كنا خاطئين، نحن انتقلنا من ذلك الغلو والتنطع وتكفير الناس بالباطل واستحلال أموال الكفار يهود والنصارى، استحلال أموالهم وأعراضهم، وأن السرقة سرقتهم جائزة وكذا. نحن كنا بناء على فهم باطل لنصوص شرعية صحيحة. إذا أنا شخصيا عندما راجعت مواقفي وتراجعت عن الكثير مما كنت أعتقد أنها حق، ولكن تبين لي أن لست مدفوعا من سلطة، ولا هناك صفقة، ولا هناك تعذيب، ولا هناك أي يعني معاملة من أجل أن أخرج من السجن. لا والله لم يحدث، ليست هناك أي صفقة بيني وبيني. لا يمكن أن أغير ديني وعقيدتي من أجل سبحان الله أن أخرج من السجن. من قالها؟ من قال هذا؟ أنا عقيدتي الآن هي عقيدة فيما أتصور أن عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا ترك واجبا ما لم يجحده، مع التوقف في مسألة ترك الصلاة. لأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى. جيد. أنت تكلمت عن الحديث، طبعا الحديث له ما له عليه ما عليه، لكن لم تتكلم عن نصوص قرآنية مثلا التي فيها جهاد الطلب، التي تحرض على القتال، تحث على القتال، فمثل آيات السيف مثلا في سورة التوبة. هل تنظر لهذه الآيات والجهاد عموما، جهاد الطلب عموما، هل لك فيه مراجعات أيضا؟ بكل تأكيد. يعني الحديث الآن عن جهاد الطلب هذا عبث. أنا الآن حملت نفسي عن أن أترفع عن العبثية. أنا أريد أن أعيش الواقعية،
والواقعية عندما نتحدث عن جهاد الطلب في الوقت الذي أنا في حارتي وفي بيتي نحتاج إلى الكثير من شرع الله، كيف أتصور الآن مجموعة من أصحاب اللحى سيذهبون إلى أوروبا للفتوحات؟ هذا معقول؟ هذا خارج عن العقل، خارج عن المنطق، وخارج عن كل شيء. يا سيدي الآن الدول لها مؤسسات حربية ولها أكاديميات حربية ومصانع حربية ولها جيوش وتدريبات ولها يعني جيوش برية وجوية، يعني الحديث عن الفتوحات والغزوات وجهاد الطلب يعني خارج السياق الآن. قد يكون من الطرف الثقافي لكن خارج السياق. يا سيدي دعنا نتحدث الآن أولا عن جهاد الدفع. الأمة الإسلامية مغزوة في عقر دارها في فلسطين منذ 1948، والصهاينة يجثمون على الشعب المسلم بأكمله على رقابه، يشربون من دمه ويأكلون رزقه ويستبيحون أعراضه. أين حقوق الإنسان؟ وأين؟ دعني يا أخي من هذه الأمور. نتحدث عن جهاد الطلب، وأين نحن من جهاد الدفع؟ أين نحن من دفع الصائل؟ أين نحن من ذبح المسلمين في بورما؟ أين نحن من انتهاكات فظيعة من قبل في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان؟ أين نحن من إراقة الدماء وقتل الأطفال في العراق والاحتلال؟ أين نحن في مذابح البوسنة والهرسك؟ وأين ثم أيضا الآن أمام جماعات أيضا تبنت الإسلام والشريعة وكذا وكذا، وتقتل وتذبح وتختطف وتفجر وتغتال وإلى غير ذلك باسم الإسلام. أين نحن من جهاد يا أخي الآن حتى نتحدث عن جهاد الطلب؟ كيف تحس تجاه الشباب الذين تأثروا بكلامك في الماضي؟ عليهم أن يتأثروا بكلامي الآن. لكن هناك يعني من ضاعت حياته، هناك من دمرت حياته. والله يا أخي كان سيف الإسلام خالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن الخطاب والكثير من الصحابة كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون المجاهدين ويدعون ويروجون للشرك وللباطل، ثم عندما تاب الله عليهم. ماذا نقول؟ أين الذين أضلهم سيف الإسلام؟ خالد بن الوليد أضل الكثير من الناس وماتوا بسيوف المجاهدين. هو بقي على قيد الحياة وأكرمه الله عز وجل بالإسلام وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الإسلام. هل نقول لسيف الإسلام خالد بن الوليد وماذا تفعل بالذين غررت بهم وقتلوا في ساحات المعارك؟ هل نقول لعمر بن الخطاب ماذا نفعل بالذين غررت بهم؟ لا يا أخي، الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، الحج يجب ما قبله. أنا كنت على باطل في الكثير من الفن، وأنا لم أكن أبدا أمارس الإرهاب بالمفهوم المعاصر، ولا كنت عضوا في شبكة إرهابية، ولا كنت مفتيا لإرهابيين. كان فكري منحرفا في كثير من القضايا. هناك من كان يستغل هذه الأفكار ربما ليقوم بأفعال إجرامية تحت مسمى الجهاد، هذا قد يكون، لكن لم أكن أبدا لأحد بأن يقتل. وأنا كنت أؤمن منذ نعومة أظفاري بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يمكن أن أختطف سياحا في موريتانيا بحجة أن لهم جوازات سفر فرنسية لأن ساركوزي فعل وفعل في المسلمين في فرنسا. لا يمكن أن أعاقب هذا بفعل ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى. كنت أقتنع بهذا منذ أن عرفت الإسلام، ولا زلت وسأظل إن شاء الله تعالى. ثم لا يقولن لي قائل والله أفتيت وفعلت وبسببك دخل ناس للسجون يا سيدي بسبب الكثير من الصحابة ماتوا على الشرك بالله. جيد. هو طبعا مع الفارق، لأن خالد بن الوليد كان كافرا عندما فعل ما فعل وأنت كنت مسلما. لكن أحببت أن أسألك سؤالا عن التعدد، لكن ليس ربما السؤال الذي تتوقعه. سمعت لا عليك لك كل صلاحية في أن تسأل ما شئت. شكرا عزيزي. سمعت منك أنك ترى في التعدد حلا للعنوسة عند النساء، أليس كذلك؟ كل العقلاء يقولون ذلك. نعم، جيد. العاقل الوحيد. لذلك تشجع عليه. هو سؤالي هو سؤال تقني. عدد النساء اللاتي في سن الزواج في المغرب يساوي تقريبا عدد الرجال الذين هم في سن الزواج. هناك دول إسلامية أخرى تجد أحيانا عدد الرجال أكبر بكثير من عدد النساء. لنفترض جدلا أن كل ذكر تزوج مثنى أو ثلاث أو رباع،
فسيصبح عندنا مشكل عنوسة عند الذكور. يعني لماذا التركيز على النساء دون الرجال؟ أولا سامحنا أن أقول لك بأنه بالإجماع الآن في جميع المجتمعات الإنسانية عدد الإناث أكثر من عدد الذكور، ويمكن أن تذهب مثلا المملكة، ممكن أن تذهب إلى أي مدرسة مختلطة واسأل المدير كم عدد الإناث كم عدد الذكور. أنا اطلعت على الإحصائيات الرسمية العالمية، فعلا عدد الرجال أكثر من عدد النساء، ولو يعني بفارق طفيف. لا يا سيدي، العكس، عدد النساء أكثر من عدد الرجال، وهذا يتمشى مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في حديث يقول بأن الحديث في الصحيح أؤكد بأن في آخر الزمان سيكون الرجل قيما على 50 امرأة. هو ليس الأمر كذلك الآن، أكيد أنه الأمر ليس كذلك الآن، بل هناك دول يعني مثل الصين، طبعا نحن نتكلم عن الصين ليس في أي مسألة تعدد، لكن الصين مثلا عندهم أزمة إناث. يعني لماذا نحن ندخل في هذا أنا مسلم، وبما أنني مسلم أؤمن أن تعدد الزوجات وليس تعدد الخليلات ولا العشيقات. تعدد الزوجات شرعه الله عز وجل وهو أمر مباح بالنص من الكتاب، بالنص من السنة، بالإجماع، بالتاريخ، بفعل لا أقول العلماء، الأجداد والآباء، بفعل المسلمين عبر التاريخ. إذا لماذا نحتاج لأدخل في هذه الحسابات الضيقة والصين عندهم والبرازيل عندهم؟ لا، هو كان فقط يعني أنا فقط طلعت على الإحصائيات دعني مع شرع الله، الأمر مباح، انتهى. جيد، ولم يكن السؤال في مسألة يعني شرعية الأمر، أو هذا أمر مفروغ منه طبعا. تعدد الزوجات أمر مباح في الإسلام. نعم، أعلم ذلك. طيب. لا كان عندي سؤال تقني فقط. لا أعجب منك، أنا أعجب ممن يحاسبني على ما هو مباح في الإسلام. لا لم يكن سؤالي في ذلك. العلم أن ليس لي 4 زوجات. تعرف طبعا أصحاب الحسنات في الفيسبوك كل عنده 4 زوجات، لا، بل هناك من يقول بأن فلان عنده 5 6 7 زوجات، يعني سبحان الله. يعني أضافوا ملك اليمين. إن تعجب فعجب من هؤلاء المجرمين، وأقولها بملء فيه وبالحروف الغليظة، بهؤلاء المجرمين الذين لست أدري من أين أتوا بصورة أعانق فيها فتاة، ويعني أطلقوا هذه الصور ونشروها في كل المواقع. الشيخ الفزازي يتزوج بفتاة عمرها 18، وها هي الصورة حقيقية أمامكم، وأنا أعانق تلك الشابة. في الواقع هي شابة بنتي، وهي أسماء الفزازي، ما هي إلا بنتي. ولكن انظر إلى هؤلاء الشياطين كيف يلفقون وكيف يكذبون وكيف يزوقون ويزخرفون ويسوقون ويسوغون للناس بالباطل. يريدون أن يعيروني بشرع الله عز وجل، يختلقون أشياء ما على اختلاق، وإن كان بين قوسين حتى لا أنسى. يعني واحد من هؤلاء الشياطين، كنت في الأيام القليلة مع إحدى زوجاتي، وأنا عندي 3 زوجات، كنت مع إحدى زوجاتي وكلهن منقبات، لكن كنت في سوق السمك، وكان هناك أحد الشياطين من يتربص بي بالكاميرا، وطبعا أنا دائما يعني أحاول ما أمكن باعتباري شخصية عمومية معرض لأي شيء من أجل، وأنا معرض للصور المفبركة والفوتوشوب وكذا، فما بالك بالصور الحقيقية سيفعلون منها الحكايات والقصص الخيالية. فكل ما هناك القصة كيف كانت أنني اشتريت بعض السمك من بائع سمك، والسمك موضوع تقريبا على بعض الصناديق أرضية. صاحب السمك أخذ السمك الذي اشتريته منه وذهب حوالي أظن 7 أو 10 أمتار لينظف هذا السمك في مكان آخر. بقيت أنا وزوجتي وحدي مع السمك، وطبعا أنا في عقيدة السمك ليس مقدسا، وبقيت معه ثم وكانت يداي الاثنتان مشغولتين، فأشرت برجلي إلى نوع من السمك، باعتباري أنا صياد سمك، أنا صياد محترف في السمك. فكنت أقول لزوجتي
هذا النوع من السمك هو كذا وكذا وكذا وثمنه غالي وإلى غير ذلك. بمجرد أن أشرت بقدمي وإذا بالصورة تنتشر كالنار في الهشيم في جميع المواقع. انظروا إلى هذا الشيخ المتكبر المتعرف الذي يساوم بائع السمك برجله. انظروا إلى هذا الكبر في الرجل. ثم أخذها أصحاب الزفزافي، ويا ويلي من أصحاب الزفزافي، قد وجدوا البقرة مذبوحة وكثرت السكاكين. المتكبر المتعجرف كذا كذا، في حين أنه ليس هناك أي شيء من هذا القبيل. فأنا أشرت إلى السمك لم أساوم، ولم يكن هناك بائع سمك ولا أي شيء، وأعتقد أنه ليس هناك لا حرمة، لا هو لا من الناحية الشرعية ولا العرفية ولا الخلقية أن يمنعني أحد يشير إلى سمك برجلي. يعتقدون أنه مقدس. لا، السمك قالوا لأنه نعمة الله. نعم نعمة الله، وما العيب في ذلك؟ ما هي الإساءة إلى هذه النعمة؟ يعني ينبغي أن أضع الأكياس على الأرض التي فيها دماء سمك يعني عفنة، وأن أضع ثم أنحني وأقول لزوجتي هذا السمك حتى يرضى عني صاحب الكاميرا. تبا للذين يتصيدون لهفوات الناس بالباطل. وكان عليه، حرام عليه أن يلتقط هذه الصور أصلا، وحرام عليه أن ينشرها بدون إذني، وحرام عليه أن لا ينظر إلى. لماذا لم يعقب؟ والله نشوف ما شاء الله في هذا الزمان زوجة الشيخ منقبة ومتحجبة، والله هذا هو الإسلام. انظروا إلى الشيخ كيف يلبس اللباس التقليدي الإسلامي وبلحية وكذا وكذا. لماذا لا ينظرون إلى؟ سبحان الله، ينظر إلى ويقول كذبا وزورا بأنني أساوم صاحب السمك بقدمي، ويا له من كبر وتكبر. إذا نظن أن قصة السمك وبائع السمك توضحت الآن. سأسألك بعدا كبيرا بالباطل والبهتان. سأسألك سؤالا أخيرا، وبعد ذلك نفتح باب الأسئلة للمتابعين. فمن عنده سؤال أو من عندها سؤال فلتكتبه على السبورة، تكتبه على التكست، وسأخذ من الأسئلة بعد هنيهة. سؤالي الأخير شيخ هو أننا نعيش الآن شهر رمضان، والموضوع الذي يتكرر كل سنة قبيل هذا الشهر وخلاله هو موضوع الإفطار العلني. أحببت أن أسمع رأيك في هذا الموضوع، خاصة أن أعداد المارقين من الملة يتزايد بوتيرة سريعة جدا كما هو مشاهد. فما رأيك في الأمر قبل أن أطرح عليك ربما سؤال أو سؤالين في نفس الموضوع؟ والله يا أخي، أنا أعتقد أن الإفطار العلني أو المجاهرة بالإفطار في بلاد الإسلام هذه جريمة جنائية وجريمة خلقية، واعتداء على الناس، اعتداء على المسلمين في دينهم، واستفزاز حقيقي لمشاعر المسلمين. فطبعا أنا أعتقد أن الإسلام يقول لنا لا إكراه في الدين. إذا كان لا إكراه في الدين فمن باب أولى أن يكون لا إكراه في الصيام، ولا إكراه في الصلاة، ولا إكراه في الحج، ولا إكراه في أي شيء. لا إكراه في الدين مسألة محسومة قرآنيا. لكن نحن لا نتحدث عن، لا ألزم أحدا أن يعتقد الإسلام على رغم أنفه. الإكراه في الدين يولد النفاق أوتوماتيكمون. كذلك لا يمكن أن نلزم أحدا بأن يصوم وهو كافر بالله وكافر برمضان. هذا غير مقبول شرعا قبل أن يكون غير مقبول به. لكن نحن الاستفزاز. هذا الذي يريد أن يفطر فليفطر، له بيته وله فندقه وليفطر وليفعل ما يشاء، وليمارس شذوذه الجنسي، وأن يكون مثليا ولوطيا، فليفعل ما يشاء. هو حر في نفسه وفي عقيدته وفي دينه. لكن أن يخرج ليستفز المسلمين في بلاد الإسلام هذا لا وألف لا يمكن أن نقبله. والقانون المغربي في الفصل 222 من الدستور يجرم هذا الفعل. لكن أنت قلت أنك لا تريد منافقين، يعني أنت ضد مسألة النفاق، والإكراه يولد النفاق. لكن في نفس الوقت تقول أن المفطر يجب أن يفطر في بيته، فهو ينافق طبعا، لأنه عندما يخرج سيظهر الصيام ويبطن الإفطار. فأليس هذا نفاق؟ ليس نفاقا، عليه أن يخضع للمسار العام للأخلاق العامة للمجتمع. لا يمكن أن أقول أنا حر. هل يجوز له أو لغيره أن يخرج إلى الشارع عاريا؟ حتى في أرقى الدول العالمية هل يمكن أن يخرج بدون سروال إلى الشارع؟ أنا حر أن أخرج عاريا من بيتي،
لا سروال لا تبان لا قاموس لا أي شيء، أنا حر. لكن هذه مسألة أكل وشرب، يعني هي ليست نفسيان يعني. هي حرية أم لا؟ أنا حر أن أخرج كالحيوان عادي. هل هذا الأمر مقبول في فرنسا، في الدنمارك، في النرويج، في أي مكان، في كندا، في أي مكان؟ لا غير مقبول، غير مقبول، لكن لو ليس كالأكل والشرب، لأن حاجة طبيعية. في مبدأ الحرية، هل مقبول من باب الحرية أو لا؟ غير مقبول. غير مقبول في الدول الغربية أن تخرج الفتاة بدون هذا السوتيان غورج. غير مقبول أن تخرج عارية الصدر والثديين في بلاد الغرب، غير مقبول في أغلب البلدان. نعم. وإذا إذا كان الغرب يعني يفسر هذا الأمر بأن هذا يصطدم مع الأخلاق العامة للمجتمع، فكيف المجتمع المسلم؟ إذا فهمنا هذه النقطة فأنا لست حرا أن أفعل ما أشاء، أن أقول ما أشاء، وأن يعني أتصرف. هل من الحرية؟ أنا لا. طيب أنا مثلا على مثال آتي إلى دولة ما ثم أخذ راية تلك الدولة أن أحرقها. ما هي الراية؟ الراية أصلا قطعة من قماش، وأخذ صورة الملك وأحرقها وأكسرها في الشارع من باب الحرية. هل هذا عدوان ولا مش عدوان؟ هذا عدوان، هذا في استفزاز للأمة. لا هذا في عدوان على قائد. لكن هناك فارق، لكن الفارق عزيزي هو أنك تتكلم الآن عن أشياء هي ليست حاجة، يعني ليست حاجة ضرورية للجسد. فإن منعنا الأكل والشرب كل في بيتك واشرب العصير واشرب القهوة وعمرها بالطواجن وخرج. ما هو أين الضرر إذا خرجت وأنت يعني قد أكلت وشربت في بيتك؟ لماذا تعرض نفسك؟ طيب يا سيدي، هل أن في المجتمع شبابا لا يفقهون في قوانين الحقوق الإنسان حرفا واحدا، ثم أنت تستفزهم وتعرض نفسك لأن يطعنك أحدهم بخنجر؟ لماذا تعرض نفسك للتهلكة؟ دع عنك الفصل 222. لماذا تعرض نفسك للتهلكة في مجتمع يعتقد أن من أكل وأفطر في شهر رمضان علنا فيجب أن يصفى نهائيا؟ لماذا أنت تضحي بنفسك في هذا؟ لماذا تحدث فتنة في المجتمع؟ لكن لماذا لا يستفز المسلم المغربي عندما يأكل الأجنبي أمامه في رمضان؟ والله حتى الأجانب يحترموننا في رمضان، والله حتى السياح يعني يترفع أحدهم أن يشعل سيجارته في رمضان. لكن هو ليس هناك استفزاز. يعني أنا عندما كنت مسلما في المغرب وكنت أصوم وأنظر إلى الأجانب يأكلون في رمضان لا يهمني الأمر. يعني حتى في بلدان الغرب عندما كنت أصوم لا يزعجني منظر الناس تأكل. هناك فنادق، وهناك في داخل الفنادق يهيأ الطعام كذا للأوروبيين لغير المسلمين ويغلقون عليهم أبوابهم وكذا، وهذا شيء لا شيء فيه ولا يضر المسلم المغربي. لا يضره شارع أن يرى نصرانيا النصراني أو معروف في وجهه وفي لباسه وفي شيء معروف. لا يضره أن يرى سائحا يشرب أو يأكل أو يشرب، لا يضره. لكن يضره كل الضرر أن يرى مغربيا يقال عنه مسلم اسمه أحمد أو عبد الله أو خديجة ينتهك هذا. حتى شوف، حتى من ناحية الأخلاق، حتى المرأة الحائض والنفساء والمسافر والمريض لهم رخصة أن يفطروا شرعا في نهار رمضان، لهم رخصة، بل واجب عليهم أن يفطروا بالنسبة للحائض والنفساء على وجه الخصوص، أو المريض الذي يتضرر بالمرض واجب عليه أن يفطر. ومع ذلك المرأة وهي حائض تتخفى من أولادها وكذا وتأكل في المطبخ من أجل الحفاظ على قداسة هذا الشهر الفضيل. سؤال يعني طبعا نبتعد قليلا عن الإسلام لكن في نفس السياق. يعني لماذا لا يستفز المغاربة من الناس الجياع والفقراء الذين أهينت كرامتهم في الشارع ويستفزون من شخص يأكل في رمضان؟ لا، هو إذا أهين أحد في الشارع من باب الجوع والعري أو يموت بردا، هذا لا أقول فيه استفزاز، هذا أقول ينبغي أن تكسوه، أن تغمره الرحمة من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه. ينبغي أن تغمرنا الرحمة حيال وأن ننتفض في وجه المفسدين الذين أوصلوا بعض الأفراد أطفالا وكذا إلى أن يموتوا بالأطلس وما إلى ذلك.
هذا ليس لا أكثر من الاستفزاز، أكثر من الاستفزاز. لا نقبل أبدا أن يموت طفل بالبرد في بلدنا أو جوعا أو كذا، لا نقبل. من قال إننا نقبل؟ أو سؤال نعم لا يستفزون هذا المنظر ويستفزون منظر. لا يا سيدي، لا نقبل لا هذا ولا ذاك. جيد. شكرا شيخ على وقتك، وسأفتح الآن مجال للأسئلة، فمن عنده سؤال يتفضل يكتبه على التكست، وأظن أن الشيخ متابع كذلك للبالتوك. أنا سأختار والله لا يعني لم أرى ولا سؤال واحد يعني. أوكي جيد. اسمح لي بالنسبة للأخ هشام، أنا بالنسبة للبال غير داخلين في البالتوك، ولكن غير أنا فضلت مثلا باش ما يكونش هو مركز معكم. جيد البالتوك على داك الشيء عملت رودمي. بالنسبة إذا كنت غادي تفتح الأسئلة بالصوت. لا ليست بالصوت. نعم أنا من سيطرح الأسئلة. واخا المهم صافي، ممكن تختار انت الاسئله وحنا بدنا كنشوفوا يعني كنتبعوا في. نعم هو افضل ان تكون هكذا الطريقه يعني حتى. واخا لا اقرا اي سؤال. ولي انا تركز معاه وديك الشيء طلع بزاف يعني الاسئله بزاف. انت تجيب فقط. انا ساطرح الاسئله. جميل. اوكي، اذا سابدا بسؤال. سؤال هذا من تلميذ قديم لك، كان تلميذ عندك، وهو طرح سؤال بالدارجة في الغالب، لكن خليط بالعربية. سأحاول أن أترجم السؤال على الطائر للفصحى. يقول السائل: الفيزازي، من الفيزازي الأحق بالاتباع؟ هل فيزازي 1983 مسجد الموحدين؟ هل فيزازي مسجد السويق أظن، الذي كان متأكدا من كلامه بالدلائل والحجج الدامغة؟ أو فيزازي 2002 2003 الرباني المؤمن المتيقن من مواقفه دائما بالحجة والدليل؟ أم فيزازي ما بعد 2011 الذي يستعمل التأويل وكلامه يفتقر إلى الحجج القرآنية والحديثية؟ هل هذه المجموعة من الشخصيات تنقص من مصداقية الشيخ الفيزازي؟ هل يلومني أحد إذا تبعت الفيزازي الأول أو الثاني أو الثالث مثلا؟ وشكرا على الجواب الصريح والفصيح. أنا أقرأ السؤال فقط. ستكون مخطئا كل الخطأ إذا اتبعت الفيزازي الأول والثاني والثالث والعاشر والخمسة وعشرين. أنت مطالب باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وليس في الفيزازي. أنت مطالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم اثنين ضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أنت غير مطالب باتباع الفيزازي. هل الفيزازي قد نجا وتجاوز القنطرة وخلاص أخذ سك الغفران وأخذ عهدا من الله أن يدخله الجنة؟ لا والله يا سيدي، الله يستر العيب، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. والعلم بدليله لا بقائله. لا تكن مقلدا لأحد، لا للفيزازي ولا لغيره. العلم بدليله لا بقائله. إن كان للفيزازي رأي مؤكد بدليل شرعي والسنة فخذ به، وإن لم يكن فاضرب به عرض الحائط. ورحم الله الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد. والأئمة كلهم كانوا لهم قول أول وقول ثاني وعدلوا عن أقوالهم ولهم الشهادات وتحولوا من رأي إلى آخر. كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست معصوما، ولم أقل لك في يوم من الأيام بأنني أسوى لك، وأنني ما أقوله هو الحق المطلق الذي لا يأتي الباطل منه، بل كنت أعتقد أنني ولا أقول لك الآن أنكم ما كنت عليه باطل في باطل. من قال؟ كانت حتى الفتاوى التي كنا نصدرها كان لها شيء من التوجيه. كنا نعيش في غزو الأمريكان للعراق، وكنا نعيش في إصدار فتاوى لبعض العلماء في السعودية لتسويغ الغزو الأمريكي للدول الإسلامية، وكنا نعيش الحروب الطاحنة بين إسرائيل وبين قوسان إسرائيل وبين الصهاينة والمسلمين في فلسطين. كنا نعيش هذه الدماء، وكانت هذه الفتاوى وهذه المواقف الشرعية قائمة على ذلك السياق. فلا يمكن أن تخرج قولي الآن من سياقه يومها وحينها لتأخذه الآن وتضعه على طاولة لتجليدني. يا سيدي، أنا أشد الناس جلدا للفيزازي القديم أكثر مما يمكن أن تجلدني أنت أو يجلدني غيرك. سؤال آخر: لماذا يجمع ملك المغرب
بين الدين والسياسة والتجارة دون محاسبة؟ سيدي، دستوريا المغرب هو أمير المؤمنين وأمير سياسة، والمؤمنين دين، ودستوريا أنه هو الشخص الذي يجمع بين الدين والسياسة، لأن فصل الدين عن السياسة في قيادة الدولة على التحديد فصل غير سوي وغير مشي. فإذا انطلقنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إماما في المسجد فقط، أو خطيبا في المسجد الجمعة فقط، أو واعظا فقط، بل كان هو القاضي الأعلى في سلك القضاء في يومها، وكان صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بنفسه، وكان يفتي، كان المفتي، وكان المرشد، وكان يعطي النموذج الأسمى في بناء الأسرة وفي كل القضايا، في الزراعة، في الرياضة، في كل شيء. ومن ثم هل يمكن ان يقول لي احد بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمارس السياسه؟ بل قال، بل السياسه مصطلح شرعي اصلا، كما في صحيح البخاري. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، تسوسهم الانبياء. فالسياسه مصطلح شرعي وهو قائد. أبو بكر الصديق كان قائد الدولة الإسلامية، كان يمارس السياسة، الحرب والقضاء ويعين الأئمة. عمر بن الخطاب كذلك، عثمان بن عفان كذلك، علي كذلك رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وكل الخلفاء كانوا يمارسون السياسة. فممارسة السياسة الراشدة وليست سياسة الكافرين، السياسة الراشدة إعطاء الحق لذوي الحقوق. لكن الفرق عزيزي هو أن هو أبو بكر أو كل من حكم هو كان يعني لم يكن شخصا مقدسا، يعني كان ممكن متابعة هذا الشخص. ولا يكون شخص مقدس، وأنا يعني أجل محمد السادس كل الإجلال، لأنه حذف من الدستور المغربي بأن شخصية المغرب شخصية مقدسة، وقد أعلن أن القداسة لله عز وجل، وإنما أنا مواطن مثل المواطنين المغاربة ليس إلا. جميل. إذن سؤال: قضية المقدس لم تعد دستوريا ولا هو يقول بها. كيف سنتعايش إذا كان هناك الاعتقاد بحد الردة ورفض لمن بدل دينه؟ والله ينبغي على كل أحد أن يحترم المسار القانوني والتشريعي في البلاد. لا يمكن، أنا إذا ذهبت إلى فرنسا لا يمكن أن أحمل ما أؤمن به من تشريع وأطبقه على رئيس فرنسا والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي. أنا إذا دخلت إلى بلد أدخل على توافق بفيزا وبتأشيرة وبشروط تلك الدولة التي تستضيفني لشهر أو لأسبوع أو لكذا. وهذا لا يعني أن دخولي إلى فرنسا أنني أؤمن بالقانون الفرنسي والقانون الجنائي الفرنسي والأخلاق الفرنسية أبدا، ولكنني ملزم بأن لا يعني أمارس أي شيء يعني يخل بهذه التوجيهات الشرعية في فرنسا وفي غيرها. كذلك أي إنسان عاش في بلادنا ينبغي أن يحترم هذه البلاد احتراما كاملا، من دستورها إلى قوانينها إلى تشريعاتها وإلى. جيد، لكن هذا هو الذي يعني أنت قلت بأنك لا تود أن يكون، وهو مسألة النفاق. فهذا المرتد، هذا الذي ترك الدين الإسلامي يعيش وهو مسلم مغربي يعيش في المغرب، يجب أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا هو النفاق بعينه. يا سيدي، إذا أردنا أن نكون واقعيين، فهذا أحمد عصيد يعلن زواجه كتابة برعاية الإله ياكوش من هذه المرأة المزيانة، ولا السؤال اسمها الشاعرة الأمازيغية، عشيقته، موثقة بالصور وبكل شيء، يزني بها. وقد كلمتني هذه المرأة نفسها وقالت لي بأن فلان وفلانة تزوجوا بالفاتحة وأنا تزوجت بعاصم بتبت يدا. استهزاء يعني واضح. ثم المنشور منشور في الصحافة وفي كل شيء، ومزان هذه ومزيان التي ترضع أحمد عصيد، وأنه كتب وثيقة شرعية بين قوسين شرعية الإله يكوش، وأنه تزوج بها برعاية الإله يكوش. لكن هذه مسائل ليست رسمية، يعني هذا ليس عقد، ليس أمرا خفيا. لكن هذا ليس شيء رسمي. يعني أنا مثلا نعطي مثال واحد مغربي تحول إلى المسيحية مثلا،
فهو يريد أن يقوم ب يعني طقوسه التعبدية، يريد أن يذهب للكنيسة، يريد أن يتزوج مثلا مسيحية تريد أن تتزوج مسيحي، كثير من الأمور الرسمية الغير الممكنة، فيجب أن يظهر هذا المسيحي المغربي يظهر الإسلام ويبطن المسيحية. هذا هو النفاق. يا سيدي، لا تنسى أننا 99% من المغاربة أو يكاد مسلمون، فهذا الذي ترك دينه الإسلام ليتنصر أو كذا ممكن أن نعدهم على رؤوس الأصابع. من هم؟ كم هم؟ من ثم لا بد أن يخضعوا لقانون البلاد. ليست فوضى، البلد لا دستور ولا يعني إذا كان الدستور المغربي قبل الشريعة يجرم الذي يترك دينه فماذا نقول؟ يعني لسواد عيون زيد أو عمرو ينبغي أن نغير الشريعة كلها والقانون كله. ليس هو من قالها؟ لكن ليس بالضرورة. يعني أنت انظر مثلا المغرب يتعامل مع اليهود المغاربة، عندهم يعني أماكن للتعبد، هم يهود مغاربة يمارسون طقوسهم التعبدية. هناك كذلك الأجانب إن كان مسيحيا ممكن أن يقوم بشعائره التعبدية. لكن المغربي، لماذا المغربي لا يستطيع فعل ما يفعله اليهودي المغربي أو الأجنبي في المغرب؟ لأن المغاربة منذ أن وجدوا اليهود بجانبهم، وعشنا على مر الزمن جيرانا ومتعاملين في التجارة في كل شيء في الوظيفة. لا تجد مغربيا واحدا يقول بفرض الإسلام على أي يهودي، لسبب بسيط أن لم نكن نعرف أحدا من المغاربة من النصارى. وهنا نفرق بين اليهودي الأصلي أو النصراني الأصلي، كان نصرانيا أبا عن جد بشجرة أسروية وما إلى ذلك، عن خائن لدينه. في كل المجتمعات خيانة الوطن جريمة عظمى تصل إلى حد الإعدام. نحن نعتقد أن خيانة الدين، وهي الردة خيانة للدين، وخيانة الدين عندنا أعظم من خيانة الوطن، وهذا خائن لدينه. لا، الأمر غير متعلق بحرية المعتقد، لا نخلط بين حرية المعتقد وحرية الردة. حرية الردة شيء آخر، حرية الردة هذه خيانة لدين الإسلام. أما حرية الوطن فهي جريمة أيضا في كل المجتمعات. فأنا لست أدري كيف نقبل معاقبة الخائنين لأوطانهم بالإعدام ولا نقبل الذين يخونون دينهم بالإعدام. أنا لا. لكن عقوبة الإعدام فيما يخص الخائن هي تطبق في بلدان قليلة جدا، وحتى الدول التي فيها قوانين بقتل الخائن هذا القانون هو حبر على ورق، يعني نادرا جدا. هي طبعا قوانين ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، لكن قليل منها الذي يعني له مفعول حتى لو كان موجودا على الحبر. لكن كان فهو يسجن، فلا يوجد خائن لوطنه طليق حر يفعل ما يشاء. أنا تكلمت عن مسألة الإعدام فقط، لكن الآن بالنسبة المرتد يعني الخائن لوطنه هو اللي مثلا الذي يبيع الأسرار، الذي يفشي أسرار أو يعمل شيء ضد وطنه. لكن المرتد هو غير فكرته فقط. يعني أنا مثلا لا أعتبر نفسي خائنا للمغرب، أنا غيرت فكرتي فقط، قناعاتي، فأنا لم أخن وطني المغرب. يعني حتى عندما تكون مباريات كرة القدم للمغرب أنا أشجع بلدي، فأنا لست بخائن، أنا فقط غيرت بعض أفكاري، قناعاتي فقط. جميل. لماذا تسميني خائنا؟ وقد كنت أنفع شرعيا. لكن أنت قلت أنني خائن، يعني في منطقك أنا خائن. خائن لدينه بكل تأكيد. لكن هل أستحق العقوبة؟ ربنا فرض العقوبة، لست أنا. جميل. تحاسبون الجزازي ولا تحاسبون محمد بن عبد الله رسول الإسلام؟ لا، أنا أسأل فقط. يقول محمد الجزازي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح النصوص الحديثية في صحيح البخاري. أعلم ذلك عزيزي. فليناقش رسول الله. جيد. أؤمن بكل ما جاء به القرآن وبكل ما جاء به رسول الإسلام، فلا يمكن أن أعطل عقيدتي من أجل إرضاء زيد أو عمرو ممن يتنصر أو يرتد على دين الإسلام عن دين الإسلام. لا، ليس هذا هو بيت القصيد طبعا. أنا لا أسألك تغيير هذا الأمر، أنا أسأل فقط عن رأيك في الأمر. رأيي هو هذا، أنا أؤمن بما أنزل الله. جيد. يعني كيف؟ عقيدتي أنني أؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد.
سؤال آخر: هل ما زلت معتقدا بفتوى وجوب الجهاد في سوريا التي أفتيت بها في مؤتمر القاهرة 2013؟ والله يا سيدي، صحيح نحن كنا حوالي ربما زيادة من 400 مدعو ضيف في الفنادق الفخمة في القاهرة، وكل العلماء الكبار كانوا هناك، وكنا نحن المغاربة أظن 12 نفرا أو 13 نفرا، وكنت أنا أحدهم، وأنا الوحيد الذي أعطيت لي الكلمة وألقيت محاضرة نقلت بالمباشر على قناة الجزيرة في الحي العاشر من القاهرة. وكان التركيز على النفير العام من أجل مقاومة السفاح بشار وكذا، من أجل أنه يقتل شعبه ولأنه خرج الناس سلميا ويقتل ويذبح وإلى غير ذلك. وكانت الفتوى بالإجماع على ضرورة النفير العام. جيد. أولا هذه الفتوى قرأت علينا ولم نرها ولم يوقعها أحد منا، إنما قرأت علينا، وأظن لم تخن الذاكرة قرأ علينا الشيخ محمد حسن أظن أو العريفي، لم أعد أذكر، وقال بأن هذه الوثيقة صادق عليها المؤتمرون بالإجماع. نحن لم نكن نعلم لا وقت تحريرها ولا كيف حررت ولا من حررها. على كل حال كان النفير العام يوافقنا، وأنا شخصيا قلت بوجوب النفير العام من أجل إنقاذ الشعب السوري من الطاغية. جيد. عندما عدت إلى المغرب تبين لي أن النفير العام أكذوبة. ما معنى النفير العام؟ نفير أن نستنفر من؟ نستنفر، الواجب أن نستنفر الجيوش العربية والإسلامية، هي التي أعدت للقتال، تربت عسكريا وتدربت عسكريا من أجل القتال. الجيوش العربية والإسلامية بالملايين، ولها من العتاد ولها مما يكفيها أن تغزو سوريا في ربع ساعة. النفير العام هي أن تتجهز الجيوش العربية والإسلامية من أجل تحرير الشعب السوري. لكنني لاحظت كما لاحظ الجميع أن الجيوش الإسلامية لم يتكلم معها أحد، والنفير العام تحول إلى تهييج بعض الملتحين هنا وهناك ليلتحقوا ليذبحوا في سوريا. ولذلك عدلنا منذ الأسبوع الأول، بل منذ اليوم الأول، على أن الأمر كان فيه خدعة. النفير العام ليس لحفنة من أصحاب اللحى هنا وهناك. النفير العام يجب أن ينصب على الجيوش العربية والإسلامية، هي التي أعدت للقتال، وليس فلان أو زيد من هذه الحارة أو تلك. جميل. سؤال: هل ما زلت تعتبر الديمقراطية كفرا؟ أنا سبق أن قلت بأن الديمقراطية صنم، وأنها تعبد بدون الله. بعد المراجعة فكرت ودبرت وتأملت، ثم قلت: أما الديمقراطية من حيث أصولها، والتي تقصي الإسلام وتقصي منهج الله وتقصي القرآن وتجعل الإسلام مجرد دين كهنوتي ينحصر بين جدران المسجد لا يتعداه. الديمقراطية في أصولها الفلسفية والإيديولوجية والعقدية مرفوضة، وقد كتبت هذا ونشرته بعد خروجي من السجن، وليس أثناء السجن ولا قبل السجن. هذه واحدة. النقطة الثانية: قلت بأن الواقع الآن هو هذه الديمقراطية التي لا أحد من الديمقراطيين يقول بأنها وحي يوحى وأنها حق كله. فأمام عيني الديمقراطية ديمقراطيات. الديمقراطية المغربية اليوم ليست هي الديمقراطية المغربية بالأمس ولا هي أول أمس. الديمقراطية المغربية ليست هي الديمقراطية الفرنسية ولا هي الأمريكية. فالديمقراطية ديمقراطيات. فمن حيث هي آلية من الآليات للوصول إلى تطبيق برامج اقتصادية وسياسية وإلى غير ذلك، فهذا هو الموجود. أحببت أم كرهت هذا هو الموجود. قلت وأؤكد أن إما أن نقبل بهذه الآليات على أساس أن هذا هو الموجود وأنه لا سبيل لاستبدالها بأشياء أخرى، هذا هو الموجود وهذا هو المفروض وهذا هو الواقع. إما أن نتعامل مع هذا الواقع على أساس أنها آلية موجودة ومفروضة على نفسك، إما أن تستثمرها وأن تستفيد منها وأن تستغلها وأن تعمل بها وأن تعمل بك.
لا يمكن لأهل الخير أن يتركوا، باعتبار أن هذه الآليات غير شرعية وغير إسلامية وكذا، جدلا إذا قلنا غير شرعية هذه الآليات، ثم لنقول لنترك العلمانيين والحدثيين ولست أدري من ليشرعوا لنا ولأبنائنا وليسنوا لنا القوانين ثم بعد ذلك غدا سأقول لا والله هذا الأمر لا يا سيدي أنا الذي تركته. لا بد أن أتزاحم معهم على صناديق الاقتراع على أقل تقدير كأنه أقل الشروط. لا يجوز أن أترك غيري الذي يعتقد غير عقيدتي وينحو منحى مخالف لقيمي ولأخلاقي ولكذا من أجل أن يشرع لي ولأولادي ولأسرتي ولي شخصيا ولبني جلدتي تشريعات ما أنزل الله بها. أنا الذي تركتهم يفعلون ذلك. ولا بد أن أنظر إلى أخف الأضرار وأن أصوت على حزب يعني أحسن من غيره وإلى غير ذلك. إذن أصبحت واقعيا. لا أقول لك أن الديمقراطية جاء بها محمد بن عبد الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن وحي يوحى. الشورى شيء، وأنا كتبت من جملة مؤلفتي الشورى المفترى عليها الديمقراطية، ومن جملة مؤلفتي لماذا لا نشارك في الديمقراطية؟ لماذا لا نشارك في الانتخابات الديمقراطية؟ كنت أمنع وكنت أركز على أن كما قال عبد الله العلامة المغربي الذي كان مفتيا للمملكة المغربية، وكان يعني ليس عندنا مفتي بهذا المعنى، عبد الله قنون رحمه الله من كبار العلماء المغرب، كان يقول هو يعلنها، يقول أنا لا أؤمن بديمقراطية تسوي بين صوت امرأة عاهرة زانية وصوت عالم. واحد درس في الشريعة 60 سنة، حافظ لكتاب الله ورجل تقي ونقي، صوته يساوي صوت راقصة في مخفر. ويقول عبد الله قنون رحمه الله أنا لا يمكن أن أقبل بمنهج يسوي بين هذه وتلك. ومن جملة الأشياء التي كنت أعترض على الديمقراطية هذه، وكنت أقول بأن الشورى في الإسلام هي مشاورة الشير الخير، أن الإسلام لا يستشير مع كل من هب ودب، يستشير مع ذوي الرأي، مع ذوي العلم، مع ذوي الخبرة، ليسوا بالضرورة شرعيين، بل يستشير في كل حسب مجاله. أصحاب الخبرة العسكرية يستشارون في الجندية، أصحاب الخبرة الاقتصادية يستشارون، فهذا هو استشار الخير شيء، لا نستشير كل من هب ودب. وهذه مما أنا أرى أن فيها مخالفات واضحة لمنهج الشورى في الإسلام، لكن أقول بأن هذا هو الواقع هو هذا. الديمقراطية اليوم لها وعليها، ولا يمكن أن يفرض علي أحد. إذا كان لا إكراه في الدين فلا إكراه في الديمقراطية من باب أولى. لا يمكن أحد أن يفرض عليه ويقول لا. صحيح الدستور المغربي يتبنى الديمقراطية كخيار، ولكن في نفس الوقت يتبنى الديمقراطية التي تتطور، والديمقراطية التي تنمو، الديمقراطية المرنة التي ممكن أن نرى الديمقراطية في سنة 2021 أو 22 ليست هي الديمقراطية في 2011 ولا 2017. هي تتطور، ولذلك فهي نتاج إنساني فكري له وعليه، يصيب ويخطئ، وهذا هو الواقع، وأنا ملزم بهذا الواقع. فأنا أقبل هذا الواقع وإن كنت أرى فيه مخالفة شرعية، فهذه المخالفة الشرعية لست أنا مسؤولا عنها. مجموعة من الأسئلة أنا أحاول أن أقرأ طبعا، والتكست يعني يمر بسرعة خارقة، لكن مجموعة من الأسئلة كانت تذكر مسألة طاعة ولي الأمر، وطبعا هناك أحاديث صحيحة كثيرة في طاعة ولي الأمر، لكن يعني حسب ما فهمت من الأسئلة، وهي يعني أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فكيف لماذا لا نعمل ذلك مع حاكم المغرب يعني، وعندنا تهريب أموال وعندنا معاناة في السجون؟ وأنا طبعا أقرأ الأسئلة فقط، يعني ما رأيك في هذه المسألة؟ أنا أقول بأن ملك المغرب ليس جائرا. نقطة نهاية. صافي. نقطة نهاية. أنا لا يمكن أن أقول ملك المغرب. طيب ما هو دليل على أنه جائر وظالم؟ فلان حول، فلان هرب، وفلان وليس لي أي دليل. ثم من أنا حتى أتتبع عورة فلان بأنه سرق وهرب وإلى غير ذلك، وليس بين يدي أي شيء. ثم بعد ذلك أنتقل من هذا الذي هرب، وهذا لا أقول ملك المغرب جائر وينبغي أن أقول أمامه كلمة حق، وإذا قتلني سأذهب إلى الجنة. لا يا سيدي، الملك ليس جائرا.
أوكي. الشيخ الفزازي، أنا أتقدم لك بالشكر مرة أخرى على تلبيتك للطلب وحضورك معنا اليوم. نعم عزيزي. نعم. نوصيك، شفت واحد السؤال كيتكرر بزاف ما راه في الشيخ أبو النعيم. يا حبذا لو كنت تكملت بهذا السؤال هذا، لأن كنشوفوك تكرر بزاف في التيست. نعم، أنا لم أنتبه للسؤال، فإذا تفضل الشيخ وأراد الإجابة على السؤال فليتفضل. والله يا سيدي، الشيخ أبو النعيم الشيخ يعتمد على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، تربى على الكتاب والسنة ويدعو الكتاب والسنة، وأنا فقط أخالفه في حدة الخطاب، ثم في إصدار الفتوى وإنزالها على أشخاص بأعينهم، ومن ثم التركيز على مثلا عندما نركز على الشيخ أبو النعيم على الدوزيم الصهيونية، يعني كأن الدوزيم هذه القناة هي قناة دولة مستقلة توجد في إحدى شوارع الدار البيضاء، ولها راية معينة ولها يعني نهج خطاب معين وإلى غير ذلك. يعني كأن الشيخ عندما ينتقد مؤسسة من مؤسسات الإعلام، فأنا يعني لو أنه أخذ الإعلام العمومي المغربي دون إقحام يعني حيثية من حيثيات الدوزيم والقنوات الأخرى، يعني ثم بعد ذلك السياسة العامة، ثم ينتقدها بالتحليل وبالبيان وبالدليل والمنكر من حيث العري وكذا وكذا، أظن لن يجر عليه أي. لكن أنا أخالف، قد يكون مصيبا في إصدار فتوى معينة على شخص معين لأدلة شرعية واضحة عنده، أنا لا أناقش في هذا الأمر، لكن ماذا نستفيد إذا جلست وأقول فلان كافر بالله عدو لله وكذا، وأنا أعلم أنني يعني لن أغير شيئا، ثم أطرح نفسي في مساءلة قضائية يعني أنا في غنى عنها، ثم أعطي لأولئك العلمانيين الخصوم أكبر دليل على أنها أصحاب وللحان تكفيريون خوارج يعني جهال عنفيون وإلى غير ذلك. لماذا لا أعطي هذه الورقة لغيري؟ ممكن أن أخذ مثلا مسألة العري في الإعلان العمومي في الدوزيم أو في غيرها، وأناقش هذه القضية من وجهة نظري، وأظن لن يتعرض إلى أي مساءلة. لكن فلان بن فلان كافر بالله مرتد عدو الله عليه اللعنات ثم ننشر ذلك، فهذا الذي أخالفه فيه، وإلا يعني ليس بيني وبين الشيخ بن نعيم إلا كل الاحترام وكل التقدير، وأحييه من هذا المنبر، لكني أرفض هذه التعيينات وإطلاق الأحكام هكذا للناس. أنا الأستاذ الشقر أخالفه من ألفه إلى يائه، ورجل محامي لا علاقة له لا بشيء ولا بهم يحزنون، وهو من الذين يطالبون بمراجعة آية الإرث وكذا، ولكن يعني لا أقول يعني هذا الأشقر عدو الله الكافر المرتد السراق، أصلا هل هذا هو المنهج الإسلامي أن أصدر أحكام حتى ولو كنت بيني وبين نفسي صادقا في أن هذا الشخص، هل من الحكمة ومن كذا وفي هذا الوضع الإنساني الذي نعيشه أن أصدر هذه الفتاوى بهذه التعيينات وهذه الإطلاقات؟ شكرا عزيزي، أنا أشكرك مرة أخرى، سعيد جدا بدردشتي معك، شكرا للأخ الذي نسق بيننا، شكرا لكل من تابع الحوار. أنا دوري لو سمحت لي أن نعم أنا أحببت فقط أن أنقل لك الورود الافتراضية التي كانت تظهر على التكست عندي، أظن في اليوتيوب كذلك والبالتوك والفيسبوك. فشكرا مرة أخرى عزيزي الشيخ، وممكن أن تقول يعني كلمة أخيرة. اسمعنا يقول كلمة. لحظة، أنا ممتن لك على رقيك في الخطاب وعلى أدبك وعلى حسن تعبيرك، وأنك فعلا تستحق أن تسير الجلسات المتنوعة الفكرية من كل، فأنت بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك في المستوى المطلوب الراقي المتألق المتفوق، بارك الله فيك. ثم لا يفوتني أيضا أن أشكر أخي هنا العزيز الذي جهز لنا وكذا إلى آخره، وأنا أشكر كل الذين غيروا مواقفهم عندما سمعوا مني ما سمعوا، ولربما الكثير سأتلقى اعتذاره
لأنه ربما شتمني بأفظع الشتائم انتقالا من أخذا بتغريدة هنا أو هناك أنا بريء منها، لكن أنا أقبل سلفا بكل الذين يعتذرون وبكل الذين يغيرون رأيهم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، أن يتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل تطرف وغلو وتنطع وإرهاب وتقتيل وفتنة. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كل ذلك، وأن يجعلنا متألقين على المستوى العالمي اقتصاديا وخلقيا وسياسيا وعلميا وبحث علمي وما إلى ذلك، حتى نكون في مستوى الإسلام الذي يريده منا هذا الدين الحنيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا جزيلا، تحياتي. الأخ نوستيك كنحييوك وكنشكروك على التقديم الرائع اللي كان. شكرا عزيزي. هذا المجهود هذا نزيدو نطوروه باش نزيدو نكتفوا أكثر في الحوارات وفي النقاشات. هذا الشيء هذا كامل كيرجع بالفائدة للجميع طبعا. وبالنسبه لي لواحد القضيه اخرى، ما كرهتش بالنسبه للمناظرات اذا كان الشيخ الفيزازي يقدر مثلا في شي مناظره نرتبوها طبعا بالتوافق مع الطرفين، نقدروا نعملوها في الغرفه بحال اللي سبق عملناها، هذه عاود من بعد ربما نشوفوها. نعم، ممكن نرتب ذلك على الخاص، واذا كان طبعا يعني كان اتفاق تنسيق من قبل، وديك الساعه نشوفوا التوقيت المناسب. جميل. والشخص الاخر اللي غادي يكون عاود في الطرف الاخر غادي نشوفوه نسقوا معاه. وكنشكرك وكنشكر جميع الاخوه اللي في الغرفه، وتحياتي. مع السلامه. شكرا عزيزي، تحياتي. ليلتكم سعيده. اوكي، شكرا للاخوان اللي شاركوا، واستسمح مره اخرى للناس اللي ما بلاتي نطفيو هذا سكايب كويت. اوكي، لان الوقت كان طال بزاف وما بغيتش نزيد نطول بزاف على الشيخ، فلذلك حاولت انني يعني نختم، لان بان لي حتى هو تيتحرك وداك الشيء، قلت ربما راه واقيلا عيا ولا شي حاجه، فقلت نخفوا عليه، راه ساعتين ديال الحوار تنظن راها كافيه. فاللي ما سولش السؤال ديالو يسمح لي، وربما يكونوا لقاءات اخرى في المستقبل. شنو نديرو دابا؟ اوكي، بني هاشم صافي سالينا معاكم، نقلبوها دارجه. نقلبها بعالي وقباسات. سيكون معنا الشيخ مازال تيسمع، يقول لك هذا هو اللي شكرتو دابا. نهدموا كاع داكشي اللي كنا تنبنيوه. فينا هو خونا ابن رشد؟ فينا هو؟ واش ابن رشد معنا؟ ابن رشد واش معنا ولا ما معناش؟ اذا كان معنا ابن رشد بعدا غيأكد لينا بان راه صافي. الشعب بغى القباسات، نطلق السخون. اوكي، ونديروا القباسات الاخوان، وربما المسابقه ما غاديش تكون اليوم لان الوقت تاخر، فغدا نديروا مسابقه كبر، نديروا 2 مسابقات غدا اذا امكن الاخوان، لان ما كاينش الوقت دابا بزاف. اش بان لكم؟ يا اتس تو ليت، يا حتى انا بان لي اتس تو ليت. فتح المايك راه مفتوح؟ لا تنظن راه مفتوح المايك. give mics to all. يا المايك راه مفتوح. اوكي، فنقدروا نديروا نتوما اختاروا، يعني نديروا القباسات ولا نخليو حتى الغدا ونديروا كلشي، نديروا 2 حلقات ونديروا 2 مسابقات let us talk. ولا بغيتوا تعلقوا على الحوار، لان ربما التعليق على الحوار هو افضل في هذه الساعه هذه تنظن. واش تعلقوا على الحوار ربما احسن. نخليو كلشي حتى الغدا، غدا نديروا 2 حلقات ديال القباسات ونديروا المسابقات. اوكي، اذا نخلي الاخوه يعلقوا على الحوار، تفضلوا. السلام عليكم. كاين صوت اخوتي؟ حاجة وحدة الإخوان. السلام عليكم. شكرا نوستيك. نوت جامب أخويا، نوت جامب، ما يتجامب حتى واحد. اللي تجامب نديرو النوبة، سمعتوا؟ ديروا الريزان، ديروا النوبة، غادي نكون هذوك بادي قرا. لا اوكي، شكرا نوستيك على الحوار، شكرا بزاف على الحوار. اذا غدا غتكون سهرة
كفريه، كفريه قبساتيه، فهمتي؟ مسابقاتيه، فهمتي؟ القضيه تكون غدا زوينه. خلينا نفشو بردو غدا يدنا، فهمتي؟ راه الناس راه جاتهم الفقصه في الروم، فهمتي؟ راه طعنوا، كاين اللي فقس، كاين اللي، فهمتي؟ الله يحسن العوان. واحد لويس سبر داز تيجري والله ما شفتو، بالله قلبت عليه ما لقيتوش. نو نو نو، ما كيبان لي حتى واحد في المايك، ما تيبان لي حتى واحد في المايك. اوكي، علاش درتو الريد الاخو؟ حيدتو الريد علاش حيدتو الريد على كلشي؟ باش تحيدو الريد على كلشي ونتسناو اللي تجي النوبه نعطيوه المايك. معانا مارادونا نابولي، كتسمعني؟ وي فوالا، ديروا اوتوريد وحيدوا، ديروا اوتوريد، راه دخلوا يصحاب الجامب وصحاب التوحويح.